تحذير: هذا المحتوى لا يمت للواقع بصلة، وقد يحتوي هذا الفيديو على مشاهد عنف خيالية لا تمت للواقع بصلة. جميع الأحداث والشخصيات من وحي الخيال، ويعرض المحتوى لأغراض الترفيه والتحليل فقط. ننصح بالمشاهدة لمن هم فوق 18 سنة. تخيل الساحر سيد البرج الأبيض بيموت في المعركة الأخيرة ضد الإمبراطور العظيم للشياطين، لكن فجأة بيصحى تاني وبيلاقي نفسه في جسم شاب صغير في السن، بس المرة دي بيكون طالب في البرج وبيحاول حد إنه يخلص عليه. يا ترى الشاب ده هينجو؟ ومين اللي بيحاول إنه يخلص عليه؟ وإيه اللي مستنيه في حياته الجديدة؟ تعالوا نشوف إيه اللي حصل مع الساحر أوسكار. بتبتدي قصتنا في مكان مليان جثث، وبنشوف واحد فيه سيف راشق في ظهره وقاعد على الأرض وبيستخدم السحر وبيكلم اللي حواليه كلهم وعمال ينده عليهم لو في حد منهم لسه عايش. بيسألهم لو هم مش قادرين يتكلموا، فمطلوب بس إنه يحركوا أي حاجة في جسمهم أو يطلعوا أي صوت، وده هيكون كفاية عشان يعرف. بيقعد يترجاهم، لكن في الآخر بيعرف إن هو الناجي الوحيد. وطبعا يا جماعة السبب اللي حصل هنا كان اللي قدر يوحد العشائر الشيطانية ووصل البشرية للفناء، واللي هو الإمبراطور العظيم. واللي حصل إن قامت الحرب ضد عشائر الشياطين اللي جت من عالم الشياطين، وبطلنا وكل سحرة البرج الأبيض واللي هم من أتباعه قدموا كل حاجة عشان مستقبل البشرية، ولولاهم محدش كان هيقدر يقف قصاد عشائر الشياطين. لكن النهاية كانت مأساوية جدا. بنشوف واحدة بتقرب من بطلنا وبتقول: 28 أبريل الساعة 3:12 دقيقة الصبح تم تأكيد موت الإمبراطور العظيم. بيبص بطلنا ليها وبيقول: هو أنت يا إيدينا؟ طبعا إيدينا دي يا جماعة هي آخر تنين في العالم، وهي اللي بتراقب وبتسجل التاريخ. فبتكمل إيدينا: يا سيد برج السحر الأبيض، أنا عندي أخبار كويسة وأخبار وحشة. فبيقول لها بطلنا تبتدي بالأخبار الوحشة، فبترد: زي ما كان متوقع، جيوش الشياطين هجمت على البرج الأبيض، وفي المعركة مات معظم السحرة، والبرج حصل فيه دمار جزئي، وبرضه اتحرقت معظم المخطوطات السحرية وبيانات الأبحاث. فبيسألها بطلنا عن الأخبار الكويسة، فبتكمل: ووصلت قوات الإمبراطورية أسرع من المتوقع، وقدرت تنقذ مجموعة من الناس واللي منهم التلاميذ بتوعك. فبيقول لها بطلنا إن ده كلام يطمن. فبتسأله إيدينا لو كان ندمان على خياراته النهارده، فبيرد: لا، أنا مش حاسس بأي ندم. كل واحد منهم أنا اخترته بنفسي وجبته هنا. ما أقدرش أقف قدامهم وأقول إني ندمان على القرار ده. بتسأله إيدينا لو كان عنده أي كلمات أخيرة عاوز يقولها، فبيمسح الدم اللي على بقه وبيقول: عاوزك تخلي بالك من تلاميذي كل فترة، هم لسه صغيرين وأكيد حاسين بالقلق. بتنحني إيدينا وبتقول: حاضر، أنا هبص عليهم كل فترة والتانية. بيضحك بطلنا وبيكمل: ومن إمتى التنين بينحني قدام بشري عادي؟ بترد إيدينا: أنت تستاهل. بعدين القارة دي مش هتنسى أبدا التضحيات العظيمة اللي قدمها أبطال البرج الأبيض. بيرد أوسكار: طب هو الموضوع كان لازم يمشي كده؟ وبيكمل كلام في سره: لو قلت إني مش حاسس بالأسف فكده هكون بكذب. أنا يمكن كنت أعظم ساحر بس ما كنتش قائد كويس. إنما لو حصل وجات لي فرصة تانية، حتى لو كان الاحتمال ده قليل قوي، وحتى لو كانوا هيقولوا عليا لقب الشرير، فأنا هعيش حياة كلها أنانية بس عشان الناس اللي حواليا. أنا بجد عايز أعيش حياة زي دي. بتقرب منه إيدينا وبتحط إيديها على عينيه وبتقول: 28 أبريل الساعة 3:47 دقيقة الصبح تم تأكيد موت سيد البرج الأبيض أوسكار. وبنشوف بعدها إنه اتكتب في التاريخ عدد الناس اللي ماتت، وكان أولهم الإمبراطور العظيم و132 ساحر من المستوى السادس و19 ساحر من المستوى السابع و2 من المستوى الثامن وساحر واحد بس من المستوى التاسع واللي هو سيد البرج الأبيض. وطبعا كل السحرة كانوا من البرج الأبيض وكلهم ماتوا في المعركة. وبنروح دلوقتي للبرج الأبيض وبنلاقي واحد قاعد جنب شخص في السرير، وفجأة الشخص ده بيصحى وبيضرب إيد الشاب اللي قاعد جنبه شايل طبق فيه مَيّة. فبيتخض الشاب وبيقول: أنت غرقتني يا راجل أنت، أنا كنت باحاول أغيّر لك الفوطة اللي على وشّك، بجد عادات النوم بتاعتك وحشة أوي، وأنت ما بتقدّرش المعروف اللي باقدّمه لك وأنا باخلّي بالي منّك. بيبُص له الشاب اللي صحي وبيستغرب من كلمة عادات نومه، بيفكّر إزاي كان نايم وكان دفاعه مفتوح، لكن الأهم من ده كلّه هو كان فاكر إنه مات. بيحط إيده على قلبه فبيستغرب إزاي لسه بينبض عشان الإمبراطور العظيم ضربه في قلبه وقطّعه حتت. فبيسأل: إيه اللي حصل هنا؟ في اللحظة دي بيتكسر الباب وبيخش واحد وهو متعصب وبيقول: أنت صحيت الوقت المناسب. بيجري الولد اللي شعره أزرق وبيمسك الراجل اللي دخل عليهم وبيقول له: استنى شوية أرجوك، الولد ده لسه صاحي دلوقتي. بيزعق الراجل: ابعد أنت على جنب يا فرانك، أنا سامحته أكتر من مرة والنهارده هخليه يعرف قيمة نفسه. بيوضح له فرانك إن هو لسه مريض، وهنا الشاب بيقول: هو أنا إزاي عايش لغاية دلوقتي؟ بيستغربوا هما الاتنين من كلامه. بيقول الراجل المتعصب: أيوه صحيح، أنت كمان شايف إنه غريبة إزاي لسه عايش مش كده؟ بيرد الشاب: باعتبار إن اللبس اللي لابسه بيدل على إنك ساحر من البرج الأبيض، يبقى فسّر لي الوضع الحالي بالتفصيل. بيتصدم الراجل وبيقول له: عاوزني أفسّر لك؟ الظاهر يا حيوان إنك اتجننت خالص. دلوقتي حتى لو كنت ندمان وترجيتني عشان أرحمك فمش هينفعك ده. بيرفع الراجل إيده عشان يضرب الشاب اللي بيفكر بإن الراجل بيهاجمه من غير ما ياخد باله إنه ممكن يكون قاتل الشياطين حطوه وسطهم.
هنا بيفعل حاجز الرياح عشان الحاجز ده أول ما بيتشكل ففي اللحظة اللي بيصد فيها الهجوم وإيد الراجل ده بتلمسه هتتكسر على طول. بيقول في سره: أنت بتهجم عليا من غير ما تخطط كويس، باين عليك إنك مبتدئ. لكن هنا إيد الراجل أول ما بتلمس الحاجز بيتلاشى على طول، فبيتصدم الشاب وبيقول لنفسه: لحظة واحدة، إيه القوة السحرية الضعيفة دي؟ وهنا الراجل بيهدى وبيقول: أنت يا ولد، حاجز الرياح ما كانش حاجة وحشة، باين إنك ما كنتش بتضيع وقتك وخلاص. أنا هأجل عقوبة سرقتك للفلوس لغاية أما تبقى كويس، عشان كده بقى ركز على صحتك في الفترة دي. بعد ما بيخرج بيبص فرانك للشاب وبيقول له: هو أنت اتجننت؟ لكن الشاب بيفكر إزاي حاجز الريح اختفى بسرعة بعد ما استخدمه، بيسأل نفسه بقاله قد إيه نايم. بيكمل فرانك: أنت بتعرف كويس شخصية السيد مكسيم، أنت ليه بتتصرف بالطريقة دي النهاردة؟ طبعا الشاب مش مركز مع فرانك وعمال يفكر إن الدوائر السحرية بتاعته ومخزونه السحري وحتى نقاء طاقته السحرية كلها بقت وحشة. بيسأل نفسه لو ده كان جسمه فعلا. بيقول: هو النهارده كام؟ بيرد فرانك: انت خوفتني، احنا في 21 سبتمبر، انت بقالك فاقد للوعي فترة طويلة. يقول الشاب: هو انا بقالي فاقد للوعي 5 شهور؟ بيكمل فرانك: انت بتقول ايه؟ هو يا دوب عدى يوم. بيرد الشاب: كفاية، روح وهات لي لويد، ولو ما كانش موجود هات لي جيلي او ساشا وانا هسمع التفاصيل منهم. يسأله فرانك: انت نسيت ولا ايه؟ انا ممكن افهم انت ليه بتقول اسماء الخونة، لكن ازاي تذكر اسم سيدة البرج بالبساطة دي؟ بيستغرب الشاب من كلمة خونة، فبيكمل فرانك: حتى الموضوع ده نسيته؟ الظاهر انك بتعاني من اثار جانبية قوية. انا بتكلم عن لويد اللي ساب البرج الابيض وبقى تلميذ سيد البرج الاحمر، وجيلي اللي سرق كتب السحر العليا وهرب. عصب الشاب وبيقول له: ازاي تتجرأ وتقول الكلام الفارغ ده؟ بيبص له فرانك وبيستغرب الشاب من هالة فرانك وبيفهم منها انه مش بيكذب. هنا بيقول له: هو انت قلت ان ساشا بقت سيدة البرج؟ ازاي بنت صغيرة عندها 5 سنين تبقى سيدة برج؟ بيستغرب فرانك: هو انت لغيت 20 سنة راحوا كده؟ بيبص له الشاب وبيفكر ان الشباب الصغيرة اللي في سنه بيكون عندهم خيال واسع. بيسأل نفسه: ايه يا اوسكار، انت بتتعصب من عيل صغير زي الولد ده؟ لكن رغم ان كلامه فيه كذب بس الولد ده طبيعي قوي. في اللحظة دي بيبص اوسكار لانعكاس صورته في الشباك وبيستغرب من شكله. بيسأل نفسه مين الشخص ده. بيعدي الوقت وبنشوف بطلنا وهو قاعد جنب الشباك وبيبص للشارع وبيقول في سره: انا صحيح شايف ده بعيني لكن مش قادر اصدق، معقولة عدى على موتي 20 سنة؟ العالم اتطور قوي. هي العمدان اللي في الشارع دي عمدان نور وفي كمان عربيات؟ طبعا سبب كل ده هو ثورة الهندسة السحرية، مش كده؟ انا متأكد ان اصحابي لو شافوا ده كانوا هيحسوا بسعادة كبيرة، اصل في الايام اللي كان فيها العالم هيتدمر ما كانش فيه غير الناس اللي استسلموا لليأس. طيب دلوقتي خلينا اشوف اكتشفت ايه عن صاحب الجسم ده. اسمه اوسكار كروسيان ودخل البرج الابيض لما كان عنده 10 سنين، هو دلوقتي عنده 20 سنة. ساحر من المستوى الاول وعيلته عيلة نبيلة لكنها انهارت. بس كساحر هو مش مؤهل خالص. معقول عنده 20 سنة ولسه في المستوى الأول؟ يمكن هو ده اللي خلاه يفقد صبره ويسرق فلوس البحث عشان يشتري الإكسير المحظور وحصل له الانهيار بعد ما شربه. اللي حصل ده مش غريب عشان الإكسير المحظور ممكن يضاعف كمية السحر أكتر من مرة، لكن لازم الواحد ينجح في عملية الامتصاص، إنما لو فشل فده هيهدد حياته. فرانك كان بيقول إنك كنت فاقد للوعي لمدة يوم كامل بعد ما شربت الإكسير، بس الجسم ده أكيد مات بسبب انفجار الطاقة السحرية جواه. وهنا بيحس بطلنا إن في هالة غريبة بتتحرك في جسمه. بيكمل في سره: هو إيه ده؟ بالنسبة لساحر من المستوى الأول فكمية السحر اللي في جسمه رهيبة، حتى معظمها لسه خام ومش مكرر. معقولة الكمية دي كسبها بعد ما شرب الإكسير المحظور؟ في اللحظة دي بيخرج دم من صباعه وبينزل على الأرض وبطلنا عمال يراقبه وبيلاقي إن الدم شكله غريب وبيقول: ده سم. هو ليه في سم جوه جسمي؟ أيوه أنا فهمت دلوقتي، قدرت أستوعب الوضع تقريبا. في الأول الإكسير المحظور ما كانش رخيص، إنما في الأصل كان لازم يكون إكسير جودته عالية وصعب إن الواحد يجيبه حتى مقابل فلوس كتير. إنما المشكلة إن أوسكار كروسيان ما كانش يعرف إن الإكسير فيه سم. الكمية اللي فضلت من السم والوقت اللي وقع فيه بيثبت الموضوع ده بشكل كامل، ومعنى كده إن موت الولد ده ما كانش بسبب انفجار الطاقة السحرية إنما بسبب السم. حتى إن مستواه ما كانش عالي أوي لدرجة إنه ما كانش بالضرورة إنه يخلص على ساحر من المستوى الأول. لو ما كنتش أنا كان صعب أوي إن حد يلاقي أثر الحكاية دي. عموما اللي كان بيلعب بروحي أنا معرفوش، إنما في النهاية جات لي فرصة تانية زي ما اتمنيت قبل ما أموت، وأنا هعيش حياة أنانية عشان الناس اللي حواليا، وباعتبار دي بداية فمش بطالة. أوسكار، أنا هدفع تمن جسمك اللي خدته منك بالانتقام ليك. وبنروح دلوقتي لضواحي المدينة وجوه بيت بيكون في واحد بيقول للريس بتاعه: أخويا الكبير، إحنا جات لنا مكالمة من المتجر. بيرد الريس: أنا قلت بلاش كلمة أخويا دي، ناديني بالريس، كم مرة لازم أقول لك الكلام ده؟ بيتأسف له الراجل وبيسأل الريس عن المكالمة اللي بيقول عليها. يكمل الراجل: في فوضى كبيرة في المتجر دلوقتي، الظاهر إن في ساحر هو اللي عمل كده. بيحط الريس الإزازة على الترابيزة وبيسأله: أنت بتقول إيه؟ مين اللي اتجرأ إنه يعمل كده؟ بيرد: أنا مش متأكد بس قالوا إنه ساحر وكان بيسأل عن الشخص اللي باع له الإكسير. معقولة يكون الراجل ده هو أوسكار؟ بيرد الريس: والكلام ده منطقي، ما هو أوسكار ده مجرد ساحر نظري، بعدين إزاي شخص بينازع وهيموت بسبب الإكسير إنه يهاجم الرجالة بتوعنا؟ يرد الراجل: مش يمكن السحرة في البيت الأبيض ابتدوا يحققوا في الموضوع ده؟ بيكمل الريس: أنت مش فاكر مين اللي طلب مننا إننا نخلص على أوسكار؟
الراجل ده كان لابس خاتم البرج الأبيض ومعنى كده إنه ساحر من البرج. وهنا بيوصل بطلنا ليهم وبيقول الخصم مش غبي، ما أعتقدش إنه هيكشف عن نفسه بالطريقة دي. فبيسألوا الراجل أنت مين؟ فبيشوفوا بطلنا داخل من البلكونة وبيتصدم الريس وبيقول أوسكار. وطبعا بطلنا قدر إنه يعتمد على ريحة الأعشاب اللي كانت موجودة في الإزازة، وبيكون شايف إن في مجموعة من الناس ليهم علاقة بالحكاية دي. فبيكمل الريس وبيسأل هو أنت اللي بوظت المتجر؟ بيرد بطلنا أيوه أنا عملت كده، بس أنا مهتم باللي كنتوا بتتكلموا عنه من شوية، خلونا نكمل كلامنا مع بعض. يكمل الريس لو انك عملت نفسك ما سمعتش حاجه كان ممكن نعفو عنك، خلص عليه. بيسحب الراجل سيفه وبينط بسرعه ناحيه بطلنا اللي بيقول طالما انت اخترت كده يبقى انا لازم اتصرف. بيفعل بطلنا قاطع الرياح وبنلاقي الراجل نزل على الارض ودماغه بتطير في ثانيه بعد ما بيتضرب بالسحر. بيتصدم الريس وبيسحب المسدس بتاعه وبيشتم بطلنا وبيضرب عليه رصاص. بيكون اوسكار معجب بالسلاح الغريب ده وبيفعل درع الرياح وبيقول انا مش حاسس باي طاقه سحريه، ازاي قادر تعمل الدمار ده كله؟ وهنا الرصاصات بتقف في الدرع. بيتصدم الريس من اللي حصل وبيقول هو انت اللي وقفت الرصاصات؟ بيرد بطلنا هو ده بجد رصاص؟ حاجه ملفته بس انا هرجعهم لك. ونشوف الرصاص بيروح ناحيه الريس بسرعه رهيبه بترشق في جسمه. فبيصرخ الريس جامد وبيقع في الارض. وهنا بطلنا بيقرب منه وبيقول بالمناسبه رجالتك مش هيجوا عشان انا عزلت الصوت في الاوضه دي. بيقعد بطلنا على الكنبه فبيقول له الريس مستحيل، ازاي ساحر من المستوى الاول بيقدر يستخدم سحر الصمت اللي من المستوى الخامس؟ بيرد بطلنا الحكاية مختلفة، اللي استخدمته هو تقييد الصوت، يعني تقدر تقول إني ثبتت الصوت بشكل مؤقت، وده عشان ما يخرجش لبره طبعا. ودلوقتي أتمنى إنك تجاوب على سؤالي مين اللي طلب منك تعمل الشغلانة دي؟ بيرد يعني أنت فاكر إني هقول لك؟ فبيدوس بطلنا على وشه وبيكمل كرامتك أهم من حياتك مش كده؟ طيب هنشوف هتستحمل قد إيه. بيفعل بطلنا سحر على جسم الريس وبيحس الريس إن جسمه بيوجعه من كل مكان. طبعا بطلنا بيكون ملا جسم الريس هوا، والشعور في الحالة دي زي ما يكون في دبابيس كتيرة بتضرب كل حتة في جسمه. بيقول بطلنا أنا ما بحبش أعذب حد، عشان كده إيه رأيك تتكلم بسرعة؟ بيعيط الريس من الوجع وبيمسك رجل بطلنا وبيقول له أرجوك أنا هقول لك على كل حاجة، بس وقف التعذيب ده. بيوقف بطلنا السحر وبيقول كويس، طيب قول لي بقى كل حاجة تعرفها عن العميل ده. بيرد اداني ازازة الإكسير وشوية فلوس وطلب مني إني أبيعه لك بسعر قليل، وقال إن هو واثق إنك مش هترفض العرض ده. فبيسأله بطلنا شكله إيه. فبيكمل الريس أنا ما قدرتش أشوفه عشان كان مغطي وشه، بس كان لابس خاتم في صباعه واللي هو خاتم البرج الأبيض، إنما كان في ريحة جاية منه والريحة دي أنا ما أقدرش أنساها، كانت ريحته شبه ريحة النعناع، حتى أنا حسيت إن مناخيري اتجمدت من السقعة. بيفكر بطلنا إن حكاية الريحة دي ما ينفعش ينساها. بيقول له طيب تقدر تقول لي كنت هتتصرف إزاي مع البرج الأبيض بعد ما تخلص عليا؟ بيرد الريس البرج الأبيض دلوقتي مشغول بقضية طرد واحد من الأبراج السحرية الأربعة، عشان كده كنت متوقع إن التحقيق هيكون شكلي بس. فبيسألوا بطلنا يقصد إيه ولو كان هيحصل إزالة للأبراج الأربعة الرئيسية. فبيرد الريس أنت تعرف الموضوع ده أحسن مني مش كده يا ساحر؟ فبيقول له بطلنا إن هو فقد ذكرياته بعد ما شرب الإكسير. وبيرد الريس إنه هيجيب له مستندات، وبيقوم ناحية الدرج وبيجيب له مستندات فعلا لبطلنا وبيسلمها له. بيبتدي بطلنا يبص عليهم وبيكون أول مستند عن البرج الأبيض بيكون مكتوب فيه إنه تم تحديد يوم 28 أبريل واللي هو يوم وفاة الكاهن الأعظم كيوم أجازة وطنية، وبقى اسمها يوم الليل الأبيض. وطبعا تكريما لتضحية الساحر العظيم أوسكار البرج الأبيض بقى عنده امتياز بالإعفاء الضريبي لمدة 30 سنة. لكن البرج ابتدى يسجل أسوأ أداء بين كل الأبراج السحرية وخصوصا في السنة اللي فاتت، ومن 20 سنة خسر البرج الأبيض كل حاجة. وظهر خبر من البلاط الإمبراطوري بيقول إنهم هيكشفوا عن إعلان مهم بخصوص البرج الأبيض في مهرجان الليل الأبيض خلال السنة دي. وأكبر مشكلة حسب الخبراء هي غياب السحر المتقدم. فبيستغرب بطلنا ليه مفيش سحر متقدم في البرج الأبيض عشان هو كان ساب مستندات مع إيدينا الموقف زي ده. بيكون متضايق عشان البرج الأبيض سجل أسوأ أداء بين كل الأبراج السحرية السنة اللي فاتت. وبيقول بقول لك إيه هي المشاريع اللي بتشتغل عليها الأبراج السحرية الأربعة دلوقتي؟ بيبتدي الرئيس يشرح له إن البرج الأصفر في الشرق متخصص في التحكم بالبرق، وهو اللي اشتغل في عصر الهندسة السحرية الكبرى وساهم في اختراع عمدان النور والعربيات. أما البرج الأزرق في الجنوب فده بيشتغل على مشاريع مية الشرب ودعم الزراعة وصناعة الجرعات. وبالنسبة للبرج الأحمر في الغرب فالمكان ده اللي فيه الصحراء فبيشتغل مع الجيش وينفذ عمليات ضد الوحوش. وهنا بيسألوا بطلنا عن البرج الأبيض. فبيرد الرئيس البرج الأبيض بيشتغل في خدمات التوصيل. يتصدم بطلنا خدمات التوصيل؟ أنت قصدك توصيل البضايع؟ بيرد أيوه، ما هو الساحر من البرج الأبيض معروف بلقب راكب الرياح وبيقدروا يطيروا كمان، فده بيخلي التوصيل سريع وآمن. طبعا بطلنا ما بيعجبوش الكلام ده ابدا، عشان زمان كانت الناس بتبص للسحرة من البرج الابيض انهم بيطيروا في السماء وبيسيطروا على ساحة المعركة بشجاعة زي ما يكونوا تنانين او نسور. بيسأل هو مين اللي اقترح الشغلانة السخيفة دي؟ يرد الرئيس سيد البرج الابيض دلوقتي على ما اعتقد. بيكمل بطلنا طب وبالنسبة لمشاريع مية الشرب ودعم الزراعة وصناعة الجرعات دي اساسا مش المصدر الاساسي لدخل الابراج السحرية، ليه كلها بقت شغلانة البرج الازرق؟
بيرد: البرج الأزرق وضعه مختلف عشان هو مسيطر على سوق الجرعات، وتقدر تعتبر كده إن ده احتكار كامل. بيفتكر بطلنا إن من 20 سنة فاتت كان البرج الأبيض هو الحاكم الفعلي لسوق الجرعات، بس في النهاية كل الوصفات اتحرقت. يكمل الرئيس كلامه: مشاريع المية ودعم الزراعة، يعني هم بيبيعوا المية النظيفة بسعر غالي وبينزلوا المطر في المناطق اللي فيها جفاف. فبيسأل بطلنا ليه بيشتروا المية النظيفة، فبيجاوبوا: أصل الأغنياء الأيام دي ما بيشربوش إلا منها. فبيستغرب بطلنا جدا: إيه الهبل ده؟ ما الناس تقدر تشرب ببساطة من أي بير. بيكون شايف بطلنا إن البرج الأبيض مش قادر يجاري أرباح الأبراج السحرية التانية عشان نوعية العمل مختلفة، والفرصة الأخيرة عشان يثبتوا إنجازات البرج ده هي مهرجان الليل الأبيض اللي جاي. لكن المشكلة إنه مش فاضل إلا 7 شهور. وهنا الريس بينده على بطلنا عشان جسمه مش قادر يصمد، وبيفكر بطلنا إن الراجل ده الظاهر إنه نزف كتير وهو بيسمع منه معلومات كتيرة، لكن ما يعرفش لو لازم ينقذه أو لا. بيشوف السجل الأصفر وبيبتدي يقرا فيه، وبيعرف إن دي أعمال عملها الريس زي حرق الممتلكات وزي العنف والقروض الغير قانونية والابتزاز والاغتيالات المأجورة. فبيقوم بطلنا وبيقول له: ده انت طلعت راجل زبالة. وبينط بطلنا من الشباك وبنشوفه واخد معاه المستندات وماشي في الشارع، وبيقول للريس: حاول تبقى شخص كويس في حياتك اللي جاية. وبنرجع تاني للبرج وبنشوف بطلنا وصل لأوضته وبيقعد على الكرسي وبيقول في سره: انا تعبت قوي، جسمي بينهار لمجرد اما بستخدم الكم التعويذة الأساسية دي. ايه الجسم ده؟ في الحالة دي السحر هيكون مستحيل. طبعا يا جماعة السحر اللي كان عند أوسكار في حياته اللي فاتت كان فريد من نوعه وخلى اسمه كأعظم ساحر في تاريخ البشرية. بنشوفه بيفعل أرشيف الرياح لكنه بيختفي على طول، فبيقول لنفسه: زي ما توقعت الموضوع لسه مستحيل. أنا لازم في الأول أفهم حالة الجسم ده. هبتدي بفحص الطاقة السحرية ولغاية أما الفحص يجهز هجمع المعلومات على الجسم ده. باعتبار ذاكرتي مش كاملة بس فرانك قال لي على شوية تفاصيل بشكل عام، وباعتبار هعيش في الجسم ده بقى يبقى المهم إني أفهم كويس مين هو أوسكار كروسيان. بيفتح الكراسة اللي قدامه بيعرف إن أوسكار كروسيان هو وريث عيلة الكونت كروسيان والناجي الوحيد من الحريق الكبير في القصر. وطبعا كل الأبراج السحرية والقوى العظمى كانت عارفة إنه عبقري من الأول، وكانوا بيتحاربوا عشان يقدروا يضموه ليهم، وده اللي خلى أوسكار من العيال المشهورة في البلد. ولما كان بيدرس في كلية السحر أكاديمية الإمبراطورية كانت درجاته كاملة في كل الاختبارات الكتابية على مدار 6 سنين، وكان يعتبر عبقري من خلال الأبحاث اللي نشرها بشكل مستقل. وبيسأل نفسه بطلنا ليه راجل زيه لسه في المستوى الأول. بيكمل قراءة المعلومات وبيعرف إن كان في خيبة أمل عشان أوسكار كان عنده مرض فقدان الطاقة السحرية، ولولا كده كان هيبقى أعظم ساحر في عصره. وبيقول بطلنا لنفسه: لو الكلام ده حقيقي يبقى منطقي إن الولد ده يفضل في المستوى الأول حتى لو كان فاهم السحر أكتر من أي حد تاني، بس هو ما يقدرش يستخدمه بشكل فعلي. وهنا بيبص تاني لفحص الجسم عشان بيكون الفحص انتهى وبنشوف النتائج قدامه. بيقول لنفسه: لحظة واحدة، المشكلة مش فقدان للطاقة السحرية، هو ما عندوش مشكلة أصلا، إنما كان في حد عامل تقييد الدوائر السحرية في جسمه. طبعا يا جماعة مرض فقدان السحر ده هو مرض بيمنع دوران السحر وتراكمه. أصل السحرة بيقدروا يثبتوا الدوائر السحرية على 20 دايرة جسمية، وبيتحدد المستوى على حسب عدد الدوائر السحرية المثبتة. لكن لو كان الساحر عنده فقدان السحر يبقى شرط أساسي ده مش بيتحقق، وده بيخلي تجاوز المستوى الثالث صعب قوي حتى لو الواحد بيتدرب طول حياته. لكن حالة أوسكار كروسيان مختلفة شوية. بيقف قدام بطلنا وهو بيفكر إن دوائر الجسم بتلف بشكل طبيعي، لكن في حد وقيود الدوائر دي. ولو الولد ده كان فعلا عبقري كان هيعرف من زمان إنه ما عندوش فقدان السحر، ولو إنه سجل مذكراته كان الموضوع هيبقى أفضل كتير. بيفتكر كلام فرانك إن أوسكار كان مجرد ولد ضايع ومقضيها شرب، لكن بيسأل نفسه لو كانت الحكاية دي مجرد صورة رسمها أوسكار بنفسه عشان هو ممكن يكون عرف إن في حد قيد مساراته السحرية، أو يمكن حد حاول يخلص عليه، وده اللي خلاه يظهر كشخص مستهتر. في الحالة دي بيقدر الواحد يستوعب ليه وقع في حكاية الإكسير المحظور، عشان هو في حالة ما يقدرش يثق في حد فيها، كان لازم بعدها يفك القيود دي بنفسه. إنما حالته مش محتاجة أكتر من إنه يفك القيود، وباعتبار بطلنا كان في حياته اللي فاتت سحر عظيم فالموضوع ده هيكون سهل جدا بالنسبة له. بنشوفه بياخد كام كتاب من المكتبة وبيحطهم على المكتب، وبنشوف أول كتاب واسمه إعادة تفسير السحر الأساسي. بيبتدي يدور فيه وبيلاقي ورق صغير محطوط جواه بيكون مكتوب فيها إن تعويذة قطع الرياح فيها عيب عشان مسار الهجوم بسيط، إنما تعويذة درع الرياح فهي بتستخدم في حاجات كتيرة، ولو تم استخدامها بطريقة هجومية فممكن نتيجتها تكون عظيمة. وبالنسبة لدرع الرياح المطور ممكن برضه يتم استخدامه كسلاح هجومي، أما بالنسبة للمسدس فهو أنسب حاجة عشان بيتم تفسيره بالسحر المستخدم في البرج الأبيض، خصوصا إن فكرة الرصاصة بتدور. بيقول بطلنا في سره: بس درع الرياح المطور شبه قوي المفهوم اللي أنا بستخدمه عشان الفرق بينه وبين النسخة العادية مش مجرد فكرة إنما مبدأ. لكن هو كاتب ملاحظات مفصلة عن أنسب الظروف عشان يقدر يستخدم كل تعويذة بالطريقة المثالية، وبرضه في تعويذ أساسية عملها بنفسه. إنما رغم كده ما كانش قادر يفعل السحر بنفسه، بس قدر يعمل كل التجارب دي جوه عقله. أنا دلوقتي فهمت ليه كان لقبه العبقري، أصل رؤيته النظرية قربت توصل للرؤية بتاعتي.
بعدين كفاية إن أبُص للكتاب ده لوحده عشان أفهم الحكاية. الولد ده رفض يستسلم للسحر واشتغل بكل جهده وقدر يتفوق على الكل، وواضح أوي إنه بيحب السحر في كل صفحة من صفحات الكتاب ده واضحة. أصله كساحر كان واقف لوحده قدام تحدي عظيم وعنده أمل إن الكتاب ده يغيّر ولو بشكل بسيط اللي جوه البرج الأبيض. ساحر بيجهّز نفسه عشان يواجه مصيره العظيم، ده كان عارف كل حاجة، إنما كان شايل الحمل لوحده. أوسكار كروسيان، أنت يا ساحر يا شاب يا اللي ما رضيش يستسلم لمصيره القاسي ومشي لوحده في درب متوحش من غير ما يتراجع. وهنا بطلنا بيقوم من ورا المكتب وبيقعد على الكنبة وبيجهز نفسه عشان التأمل وبيقول في سره: باسم أوسكار السيد ال17 للبرج الأبيض بوعدك إن القيد اللي ما قدرتش تفكه أنا هفكه عنك، والناس اللي كسروا جناحاتك من غير رحمة هخليهم يدفعوا الثمن. بيبتدي التأمل وبيلاقي نفسه بطلنا في جنينة ووسطها نافورة، بيسأل نفسه إيه اللي جابه هنا عشان هو كان فاكر إنه دخل مرحلة التأمل عشان يفك القيود عن مساراته الجسدية، بس بعدها حس بالتعب ونام. وهنا بيسمع صوت عيال بتقول: يا معلم إحنا جينا. بيبص بطلنا مصدوم وبيشوف نفسه في حياته اللي فاتت ومعاه التلاميذ بتوعه وبيقول: أوسكار، طب يلا اقعدوا عشان هنبتدي درس النهارده. انتوا جاهزين مش كده؟ فبيعرف بطلنا انه رجع يشوف الحلم واللي هو عباره عن لعنه، وده بسبب البارون الندل اللي من عالم الشياطين وسبب له اللعنه دي واللي بتخليه يعيش ذكريات الماضي اللي بتعذبه كل ما ينام. كان بيتمنى انه يتخلص منها باعتباره بقى في الجسم الجديد، بس الظاهر ان اللعنه دي ما كانتش مكتوبه على الجسم انما على الروح. لكن حظ بطلنا حلو عشان الاحلام اللي بيشوفها مش بتوصل لمرحله التشوه. يكمل اوسكار: طيب هنتعلم ايه النهارده؟ بيرد واحد من تلاميذه: انت قلت لنا انك هتعلمنا انظمه الطاقه السحريه، وقلت ان طاقه السحره والفرسان مقسومه لاربع انظمه رئيسيه وسميتهم الانظمه الاربعه للطاقه السحريه. بيرفع اوسكار صوابعه وبيقول: حتى لو كان النور اللي جاي من الارض شبه بعضه، لكن في الواقع مقسوم لاربع انواع واللي هم التعزيز والسرعه والتوازن والخصائص الفريده. بيقول تلميذ اسمه لويد: البرج الابيض بيشتغل دايما عشان التوازن مش كده؟ بيرد اوسكار: بالظبط، عشان هو بينسجم مع سحر الرياح. فبتسأل ساشا: يعني كل برج سحري ليه النظام بتاعه؟ يرد: أيوه، عشان كل سحر ليه خصائص الخاصة بتاعته. يعني البرج الأصفر بيهتم بالسرعة عشان كده بيفضل نظام السرعة، إنما البرج الأحمر بيركز على القوة النارية والمفضل عنده نظام التعزيز واللي هو أساسي بالنسبة له. أما البرج الأزرق والبرج الأبيض هما الاتنين بيمثلوا نظام التوازن. بيرفع إيده جيلي وبيقول: يا معلم، أنا عاوز أتخصص في نظام السرعة، ما بحبش الحاجات البطيئة. بيرد أوسكار: جيلي، للأسف الحاجة دي ما تقدرش تختارها، إنما هي موضوع بيتولد معاك. بتسأله ساشا إزاي بيعرفوا النظام اللي اتولدوا فيه. كمل أوسكار: الموضوع أبسط من اللي أنت متخيلاه. ارفعي صباعك يا ساشا هنا وجربي التعويذة دي. بتقول له ساشا إنها أول مرة تشوف التعويذة دي فهتحتاج شوية وقت. بيرد أوسكار عليها إن مفيش مشكلة. بترفع صباعها وبيخرج منه طاقة، فبتقول له إنه ابتدى يظهر حاجة. فبيرد أوسكار: مش سريع وما عندوش قوة خارقة لكن متوازن. الظاهر إنك من نظام التوازن يا ساشا. بتسأله: يعني أنا زي المعلم؟ بيوافقها أوسكار على كلامها وبتفرح ساشا جدًا عشان طلعت زي المُعلِّم بتاعها. وهنا بيجرّب جيلي فبيقول أوسكار: زي ما توقعت، جيلي عنده نظام السرعة. بيفرح جيلي كمان عشان دي الحاجة اللي كان نِفْسه فيها، وبيسأل أوسكار لويد عن نظامه، فبتظهر على صباعه زهرة. بيقول أوسكار: معنى كده إن لويد من نظام الخصائص الفريدة. بيرد لويد: يا مُعلِّم، هو ممكن نغيّر النظام بعد ما يتحدد؟ بيرد أوسكار: نظام الخصائص الفريدة نادر جدًا وهو 2/10% من السحرة كلّهم، أنت ليه عاوز تغيّره؟ بعدين أنت ما تقدرش تغيّره. فبيكمّل لويد: أنا أتمنى أكون في نظام التوازن زي المُعلِّم بتاعي. فبيقول له أوسكار: طب بقى كده أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا كنت باخطّط إن أخلّي دروسك أكتر من الباقي، لازم بقى أدوّر على طريقة أغيّر فيها النظام. فبيسأله لويد: يا ترى دروسه هتبقى أكتر أو لأ؟ فبيرد أوسكار: طبعًا، عشان السحرة لإن نظام الخصائص الفريدة بيواجهوا صعوبة كبيرة في النمو من غير مُعلِّم مناسب. بيكمّل لويد: أنا فكّرت في الموضوع وباين إن النظام ده مش بطّال، بس لازم توعدني إنك تدّيني أكبر عدد من الدروس. بيوعدوا أوسكار فعلًا وبيكون بطلنا بيبُص لهم وبيفتكر إن لويد كان لقبه شبح الوعود، ولو مهما عمل نَفْسه إنه كبير لكن في النهاية بيفضل عيل صغير. في اللحظة دي بيطلع صوت من الspeaker اللي موجود في الأوضة اللي نايم فيها بطلنا وبيقول: كل الطلاب يركّزوا في الإعلان الجاي، يُرجى من الساحر أوسكار التوجه فورًا للمختبر 4202. بيقعد بطلنا وهو بيسأل نَفْسه فضل نايم قد إيه، وبعد شوية بنشوفه خارج من الأسانسير وبيقول لنَفْسه: فاضل 8 مسارات جسمية. أنا قدرت أحرّر 12 من أصل 20، وبعد ما حرّرتها مساراتي السحرية اتوسّعت لخطين وده اللي رفعني للمستوى التاني. ما كنتش متخيّل إن هييجي اليوم أكون فرحان عشان وصلت للمستوى التاني. بيخبّط على الباب فبيقول له الشخص اللي جوّه إنه يدخل، وأول ما بطلنا بيدخل بيسأله الراجل واللي هو مكسيم: أخبار جسمك إيه؟ أنت كويس؟ أنا سمعت من فرانك إن الذاكرة بتاعتك مش تمام. فبيقف بطلنا قدّامه وبيقول له إن الكلام ده صحيح. فبيقول له مكسيم بعدها إن دي حاجة تطمّن جدًا. وطبعًا يا جماعة مكسيم هو واحد من كهنة البرج الأبيض وعنده 45 سنة،
وطبعا بطلنا ما بيكونش قادر يتخيل ان مكسيم اللي يعرفه بقى دلوقتي واحد من الكهنة عشان هو كان زميله اللي جه بعده بكذا سنة، انما دلوقتي كبر في السن وبقى كاهن في البرج، وكان شخص مستقيم ومجتهد وكان قدامه مستقبل كويس، وكان دايما بيمشي ورا بطلنا في حياته اللي فاتت وبينده عليه بأستاذي. بعدها بقى يقول يا سيد البرج، وكان وقتها شاب لطيف بيكون شايف بطلنا ان طاقته السحريه زادت وده اللي خلاه يظهر بمظهر الشباب. يقوم بطلنا بيبتسم يقول مكسيم: انت بتبتسم بثقه كبيره قوي كده ليه؟ جالي تقرير بيقول انك خلصت على زعيم عيله جوردن وقائد العمليات بتاعتهم، عندك اعتراض على التقرير ده؟ يرد بطلنا: هو مفيش اعتراض، بس ما عنديش اي سبب للي حصل، انما الناس دي حاولوا يخلصوا عليا، كان في سم مخلوط في الاكسير وهي دي الفلوس اللي خدوها قصاد انهم يخلصوا عليا، وبرضه كمان السجلات بتاعتهم. بيقول مكسيم: يعني انت كنت تعبان في السرير لان كان حد هيخلص عليك مش كده؟ فبيرد بطلنا: ايوه، ولما رحت عشان اقابلهم حاولوا يخلصوا عليا كمان. بيكون بطلنا سلم المستند لمكسيم وسلم الفلوس كمان على المكتب، فبيكمل مكسيم كلام: باين ان الفلوس هي نفسها اللي مكتوبه هنا. بيرد بطلنا: السجلات دي فيها تفاصيل عن عمليات اغتيال مأجورة. بيكمل مكسيم كلامه وبيقول: مفهوم، طيب هعتبر الحادثة دي دفاع عن النفس واقفل القضية على كده. بيشكره بطلنا وبيقول له: بالمناسبة أنا ممكن أطلب منك طلب شخصي؟ ممكن أقابل سيدة البرج؟ يبص له مكسيم وبيستغرب: الحكاية مش صعبة، أصل أنت كنت بتناقش معاها في مواضيع السحر، لكن الموضوع ده مش هيبقى ممكن إلا بعد 6 شهور على الأقل. بيستغرب بطلنا إن أوسكار اللي هو في جسمه بيتناقش في مواضيع السحر مع ساشا، وبيسأل ليه عشان لغاية الوقت ده هيكون مهرجان الليل الأبيض ابتدى. فبيرد مكسيم: هي في رحلة عمل دلوقتي، أصلها بتعالج بشكل شخصي طلبات مهمة جدا. يقول له بطلنا: بس إزاي سيدة البرج هي اللي بتعمل الحاجات التافهة دي بنفسها؟ عشان مفيش سحرة من مستوى عالي مش كده؟ معلش بس هي في مستوى إيه دلوقتي؟ فبيقول له مكسيم إنها ساحرة من المستوى السابع. يقول بطلنا في سره: لما كنت في سنها كنت قربت أبقى من المستوى التاسع، لكن هي لسه دلوقتي في السابع. كنت فاكر إن موهبة ساشا هتخليها توصل لمستوى الثامن في المرحلة دي. بيكمل مكسيم كلامه وبيسأل: عموما في تقرير بيقول ان واحده من الجثث كانت متقطعه بشكل نظيف، انت كنت بتكمل تدريبك على سحر الهجوم؟ يرد بطلنا: انا ما بستخدمش السحر ده الا كل فتره وفتره لما بفتكره اصلا. فبيقول له مكسيم تمام، ولو خلص كلامه يقدر يخرج دلوقتي. بعد ما بيخرج بطلنا بيخش وراه راجل عجوز، فبيقول مكسيم: نائب سيد البرج، ايه الحكايه؟ فبيقول له النائب اللي اسمه هامل وهو بيضحك: مفيش حاجه، بس جيت عشان اطلب منك انك ما تقساش عليه كتير، لكن الظاهر اني ما لحقتش. فبيقول له مكسيم: مش مشكله لان التأديب يعتبر واجب. بيقول هامل: الكلام ده صحيح، بس باعتبار انا اللي جبته فطبيعي اني اقلق عشانه. بيفكر مكسيم ان حتى لو كان السحر اللي بيستخدمه بطلنا اساسي يبقى مستحيل يوصل للمستوى المتقن ده في يوم او يومين، بس اكيد كان بيشتغل جامد في السر وبيتعب على نفسه. يقول: عموما الولد اللي اسمه اوسكار ده يمكن كان بيجتهد اكتر من اللي كنت متوقعه. كمل هامل: عموما دي حاجه تطمن، خلينا نروح لاجتماع الكهنه، اصل فيديلينا سبقتنا وهي مستنيانا هناك. بيقف مكسيم عشان يروح للاجتماع مع هامل، وبعد شويه بنشوف بطلنا في الجنينه وهو بيفكر انه لما بيشوف تلاميذه في الحلم بيجي في باله انه يجي للجنينه دي. بيبص حواليه وبيكون حاسس ان المكان بقى كئيب، وهنا بيخش راجل لابس هدوم الشغل وبيقول: ايه ده، السيد الاوسكار الصغير هنا؟ فبيساله بطلنا هو مين، فبيكمل الراجل: انا والتر من قسم اداره مرافق البرج، الظاهر ان الاشاعات عن فقدان الذاكره بتاعتك صحيحه، احنا كنا بنقعد وبنتكلم كتير. بيساله بطلنا: هي الاشاعات بتنتشر كده، بس انت ايه قصدك باوسكار الصغير؟ بيرد والتر: انا كنت بشتغل هنا ايام سيد البرج القديم، وبالنسبه لي هو اوسكار الكبير. يتصدم بطلنا من كلامه وبيقول له: الاسم ده حلو، انا كمان هخليه اسمي من النهارده، ممكن نرجع ونتكلم زي زمان؟ بيرد والتر: يا ريت طبعا، بس اعتقد ان الموضوع ده صعب عشان انا همشي من البرج ده قريب. فبيسالوا بطلنا هيروح فين او لو كان في اي مشكله. فبيجاوبوا والتر: انا بقالي 40 سنه في المكان ده، وفي الفترة اللي اشتغلت فيها هنا عدّى على البرج ال3 أسياد، وزمايلي اتغيّروا جدًا لدرجة إن مش فاضل حد فيهم في القسم بتاعي، واللي خلّاني أتحمّل كل السنين دي هو كلام قاله لي سيد البرج القديم أوسكار في حفل تنصيبه، ويومها قال لي إنه ما فيش شخص مش مهم في البرج ده، عشان كده لازم تفخروا إنكم بتنتموا للبرج الأبيض وبتعيشوا على الأساس ده. يمكن الموضوع سخيف، لكن من ساعتها وأنا باعتبر نفسي جزء من البرج الأبيض. بيقول له بطلنا: الكلام ده مش سخيف خالص، أنا باقولها لك بكل صراحة. بيقول له والتر: بس عشان السبب ده أنا قررت أسيب الشغل. فبيستغرب بطلنا وبيسأله هو يقصد إيه؟ فبيجاوبه: زي ما أنت عارف يا أوسكار الصغير، البرج الأبيض بتمر عليه ظروف صعبة دلوقتي خصوصا في قسم إدارة المرافق، إحنا بنحس بالموضوع ده أكتر من غيرنا عشان الموارد المالية قلت بشكل واضح. الشهر الجاي هكون كملت 40 سنة شغل في البرج ده. بيرد بطلنا: اوعى تقولي إنك عاوز تطلع معاش وتاخد مكافأة نهاية الخدمة. طبعا يا جماعة كل موظفين البرج الأبيض باستثناء السحرة بيكسبوا مكافآت ولوحة شكر بعد ما يعدي 20 و40 سنة من خدمتهم، ومكافأة ال40 سنة بتوصل ل200,000، والفلوس دي بيقدر يشتري الواحد منها بيت في المدن الكبيرة.
يكمل والتر كلامه: بس البرج الأبيض هو في الوضع ده مش هيقدر يدفع المكافأة، وعشان يجيبوا الفلوس دي فهيكون في أشخاص كتير هيعرضوا حياتهم للخطر وهم بينفذوا طلبات جديدة. لما فكرت في الموضوع فهمت إني ما أقدرش أقبلها بغض النظر عن اللي بيقولوه الناس، لكن المكان ده هو بيتي التاني. بيقول بطلنا لنفسه: ما كنتش متخيل إن الوضع وصل للدرجة دي، كنت فاكر إن البرج الأزرق بيبيع كرامته قصاد شوية فلوس، لكن بأي حق قللت من جهدهم. على الأقل هم بيستخدموا الفلوس عشان يبنوا أعظم عصر ذهبي في تاريخهم، أما أنا فعندي إيه؟ شوية ألقاب ملهاش لازمة، بطل الحرب ومنقذ البشرية، دي كلمات تبان إنها مشرفة، لكن ما بتعنيش حاجة لما الواحد ما يقدرش يأمن مكافأة لشخص قضى كل حياته وسنينها في خدمة البرج ده. وهنا بيقول والتر: أوسكار الصغير، أنت ليه قفلت إيدك بالشكل ده؟ بنشوف الدم خرج من إيد بطلنا بعد ما ضغط جامد عليها، فبيلفها والتر بالمنديل بتاعه وبيسأله بطلنا هيمشي إمتى؟ فبيرد: همشي بعد أسبوعين، اوعى تنسى تروح للعيادة عشان تحط دواء على جرحك. بيرد عليه: كنت عاوز إنك تبقى صاحبي في الكلام لمدة أطول يا عجوز، بلاش تمشي، خليك في طريقة وأنا هخليها حقيقة، والطريقة دي هنجيب بيها فلوس تكفي كل حاجة عشان الموضوع ده ما يتكررش تاني، وأنا اللي هعمل الطريقة دي. بعد شوية بنشوف بطلنا في أوضته وهو بيفكر إزاي يقول الكلام ده بثقة وهو ما عندوش طريقة يشتغل بيها، لكن أول حاجة بتيجي في باله إنه يعمل بحث في الأبحاث والمحاضرات والاستشارات، إنما كلها محتاجة لوقت طويل قبل ما يبتدي يكسب فلوس منها، وبرضه تعتبر صعبة على ساحر من المستوى التاني زيه. بيفكر إنه محتاج لشغل يجيب له فلوس كتير، ويمكن يكون بيع الجرعات هو أحسن خيار. بنشوفه بيبص في الجورنان وهنا بيلاقي حاجة وبيقول: لحظة واحدة، معقولة الكلام ده؟ وبنروح دلوقتي لمكتب سيد البرج وبنشوف مكسيم قاعد مع فيديلينا واللي تعتبر كبيرة الكهنة في البرج الأبيض والمسؤولة عن الشؤون المالية، وبتقول: الموضوع ده ما ينفعش يعدي بسهولة، يعني يسرق فلوس دي حاجة كبيرة قوي. بيرد مكسيم: أيوة طبعا ده غلط، مفيش شك في الكلام ده، بس بتتعصب فيلينا وبتقول له: بس إيه؟ بيقول لها مكسيم إن هو ندم على اللي عمله، فبتزعق فيديلينا وبتقول: يعني أنت هتنسى الموضوع ده بالسهولة دي؟ أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول اللي يسرق إبرة يسرق بقرة؟ بيرد مكسيم: مفيش داعي نقلق على الحكاية دي، أصل في البرج بتاعنا أنتِ ممكن تلاقي إبرة، بس مش ممكن تلاقي بقرة خالص. بتقف فيديلينا وبتقرب منه: ما ينفعش تقول أي كلام وخلاص، بطل كلام فارغ واسجنه في الجناح المعزول. يرد مكسيم: مستحيل، أنتِ اللي غلطانة من الأول، إيه فايدة إننا نحط مبتدئ من المستوى الأول في تدريب انعزالي قاسي؟ طبعا بيكون هامل بيشرب الشاي وبيستغرب إزاي دول كهنة داخلين على 50 سنة وبيتكلموا بالطريقة دي زي العيال، وبيقول: زي ما قال الكاهن مكسيم، عقوبة العزل مبالغ فيها، وبالنسبة للولد ده هتكون مجرد تعذيب بس، يبقى بدل العقوبة دي خليه يدفع 3 أضعاف فلوس البحث اللي استخدمها لمصلحته. خلينا نتكلم في الموضوع اللي بعده. بترد فيدلينا: 3 أضعاف بس؟ البرج بيعاني من نقص شديد في الفلوس، وبرضه نص المرافق مش مستخدمة. الظاهر إن جه الوقت عشان ناخد قرار، يعني حتى لو بعنا الأدوات الموجودة في مختبر تصنيع الجرعات إحنا ممكن نأمن النفقات ل3 شهور بس، وبكده هننهار تماما. بيقول هامل: أنا مش هسمح بده، المكان ده هو برج الصحراء، وبيتجمع السحرة فيه عشان يستكشفوا السحر ويجمعوا المعارف بتاعتهم ويكشفوا عن حقيقة جديدة. ما ينفعش إن الريح تضرب المكان المقفول ده، وما ينفعش برضه نبيع مستقبلنا عشان إحنا جعانين النهاردة. بترد فيدلينا: هو إحنا عندنا مستقبل أصلا؟ بقالنا 20 سنة مستنيين. سيدي النائب، لازم نعترف بالحقيقة، حتى لو كان في عبقري خارق وقادر إنه ينقذ البرج المنهار ده فمش هيغلط ويجي للبرج الأبيض. بيكون هامل هيتكلم لكن فجأة بيخبط الباب، فبتقف فيدلينا وبتكمل: مين ده اللي جاي يقاطعنا واحنا في اجتماع الكهنة؟ بيقول هامل للي بيخبط انه يخش، وبيخش بطلنا وبيسلم عليهم وبيقول لهم انه اسمه اوسكار وبيعرف على نفسه. بيسالوا هامل ايه الحكايه، فبيرد: انا جيت عشان اقدم لكم اقتراح، عاوزكم توكلوني بمشروع تجاري. بتزعق فيدلينا: ايه انت بتهزر؟ انت نسيت انك سرقت فلوس الابحاث من كام يوم وجاي دلوقتي تقول انك هتشتغل في مشروع تجاري؟ مستحيل. بيحط بطلنا الجورنان على المكتب وبيقول: كنت بشوف الجورنان القديم وشفت مقال وفهمت منه ان دقية فينيس بقى فيها وباء الانفلونزا، حتى انهم فرضوا حظر على المنطقه. بيفتح حامل الجورنان وبيقول: انا قريت كده برضه، حتى الاشاعات بتقول ان وباء الانفلونزا ده هو كادينا، ولو كانت الحكايه دي صحيحه فده موضوع خطر قوي، عشان انفلونزا كادينا اصلا ملهاش علاج في الوقت الحالي. زمان البرج الابيض نجح انه يطور لقاح ليها وساعتها ما كانتش مشكله كبيره، انما وصفه اللقاح ده ضاعت من 20 سنه. بيرد بطلنا: ايوه، حتى البرج الازرق اللي بيحتكر سوق الجرعات دلوقتي ما قدرش ينتج اللقاح ده، عشان كده عاوز ابتدي من هناك. بيسالوا هامل يقصد ايه، فبيرد: عاوز ابيع لقاح انفلونزا كادينا، المشروع ده كان للبرج الابيض في الماضي وعايز ارجعه تاني. بتقول له فيدلينا: احنا مفيش داعي نضيع وقتنا في الكلام مع الولد ده، يعني برج الصحراء وشركات الادويه استثمروا فلوس كتير واستعانوا بصحراء من مستويات عاليه، لكنهم ما قدروش ينتجوا اللقاح ده على مدى 20 سنه، وانت شاب عندك 20 سنه فاكر نفسك هتقدر تعمله؟ بيبص لها بطلنا وبيقول لها: صحيح انهم فشلوا كلهم، وصحيح انا عندي 20 سنه، بس انا عبقري. بتتعصب فيدلينا اكتر وبتقول: انت بتقولي ايه؟ الفلوس اللي صرفتها على ابحاثك ال17 كانت 723,000، ورغم كل ده رحت وسرقت 25,000 عشان تشتري جرعه محظوره.
أنت عارف إن دخل المزارع العادي بعد الضرايب هو 20,000 في السنة، وجاي تقول لي إنك عبقري؟ يعني عشان كنت مدلل شوية في عيلتك الغنية يبقى ما تعرفش قيمة الفلوس. بيتدخل هامل: كفاية فدلينا، السيد أوسكار جالي بصفته ساحر في البرج الأبيض عشان يقدم عرض استثمار رسمي، يعني حتى لو كنت المسؤولة المالية بس تصرفك كده مش لطيف. بتتأسف فدلينا وبيقول بطلنا في سره: كنت بسأل نفسي انت بتكرهيني ليه للدرجة دي، ودلوقتي فهمت عشان انت مسؤولة الشؤون المالية. عموما انت ليك الحق في ده عشان خاطر انا ما عملتش اي انجاز خلال السنتين اللي فاتوا، لكن كل حاجة دلوقتي هتتغير. بيبص لهامل وبيقول له: انا واثق من المشروع ده عشان كده عاوزكم تستثمروا فيه. بيسأله هامل لو كان متأكد ان هو ده وباء انفلونزا الكدينة، بيرد بطلنا انه يبص على الصفحة التانية من الجورنال. بيقرا هامل بصوت عالي: رئيس كهنة معبد التيرا الكاهن بولدوين غير مسار جولته الرسمية فجأة. بيكمل بطلنا: وفوق ده كمان كان مقرر انه يبقى في مدينة سيرين لمدة شهر عشان صلاة البركة. الحكاية دي مش غريبة، اصل ما حصلش قبل كده وفضلوا لمدة شهر الا في المدن الكبيرة. معبد التيرا ليه 7 رؤساء وهم من الكهنة الكبار ويعتبروا من اكتر الناس نزاهة، بس في الواقع هم مش كده خالص، عشان اللي هيوصل لمنصب كبير الكهنة واللي هو تاني شخص في المعبد ده فبيتكلف فلوس كتير عشان حملات الانتخابات. في الجولات الرسمية بيقدروا يقعدوا في أي إقليم لمدة شهر، إنما السبب الوحيد اللي بيخليهم المدة دي هو عشان جمع التبرعات من التجار والنبلاء. بس إيه حكاية مدينة سيرين؟ هي يمكن كانت مدينة كبيرة في الماضي بس أهميتها بدأت تقل من 20 سنة. بيرد مكسيم: الكلام ده صحيح لو هنفكر في الموضوع كده، بس هم أصلا مش موجودين عشان صلاة البركة. يرد بطلنا: ده اللي بيخلي الموضوع غريب أكتر. الفلوس مش بتيجي من المدينة اللي هم فيها، لكنهم هيعملوا فيها صلاة بركة واللي بتكلف فلوس كتير. زي ما انتم عارفين مسارات الجولات الرسمية محدد بشكل دايم، أصل هم بيبتدوا من مدينة سيرين وموسك وميلبورن وبعدها جرانويل، وبعدها بتوصل القافلة لمدينة فينيس. وكبير الكهنة قعد شهر كامل في مدينة نوكس قبل ما يجي لمدينة سيرين. لو ما كانش تحليلي غلط فهيقعد كمان شهر في مدينة موسك وبعدها شهر في مدينة ميلبورن وشهر كمان في جرانويل. وباين انه بيحاول انه يأجل وصوله لمدينة فينيس على قد ما يقدر، مش كده؟ أصل المعبد لما بيواجه كارثة أو مصيبة في فترات الجولات الرسمية بيفسروا الموضوع ده على إنه غضب من الحاكمة تيرا. بالنسبة للكاهن اللي عاوز يوصل لمنصب كبير الكهنة فده يعتبر حكم بالإعدام. بيقول له مكسيم: يعني أنت شايف إن كبير الكهنة بولدوين بيعرف إن الإنفلونزا المنتشرة في فينيس هي كدينة وعشان كده بيحاول يكسب وقت لغاية ما تهدى الأوضاع هناك؟ فبيجاوب بطلنا إنه بيعتقد كده فعلا. بتقول فيديلينا: تحليلك مش بطال بالنسبة لساحر مبتدئ، لكن كل ده مجرد فرضيات. بيكمل هامل: أنا فهمت وجهة نظر أوسكار، بس للأسف ما نقدرش ندعمك رسميًا، لو مولنا المشروع ده فمش هيفضل معانا ميزانية نفقات بقية الصحراء، لكن بدل الموضوع ده أنا ممكن أستثمر من فلوسي الخاصة في مشروعك. بتحاول فيديلينا إنها تتكلم لكن هامل بيكمل هو ويمنعها: مش مشكلة ما تقلقيش، إنما الفلوس هي 30,000، ده هيكفي عشان تعمل اللقاح؟ بيتصدم بطلنا لما بيسمع المبلغ قد إيه عشان هو مش كفاية عشان يغطي تكاليف المشروع، لكنه في النهاية بيوافق عليه. بنشوفه بعد فترة في مختبر الجرعات وهو حاطط إيده على وشه وبيقول لنفسه: الظاهر ما قداميش حل تاني عشان كده لازم أشتغل بالخطة البديلة، كويس إن الأدوات موجودة. من خلال الفلوس دي أنا هعمل عينة من اللقاح وبعدها هاخد تمويل من كبير الكهنة، أصل أكتر شخص متضرر حاليا من إنفلونزا كدينا هو كبير الكهنة، يبقى الشخص اللي هيكون في أزمة هو اللي لازم يدفع الفلوس. طب كفاية كده ولا لازم أبتدي على طول؟ وبيبتدي بطلنا يشتغل في الجرعة وبعد شوية بنلاقيه بيملاها في إزازة وبيشيل النضارة من عينيه وبيقول لنفسه: كويسة مش بطالة، هما بيقولوا إن المظهر مؤقت لكن التأثير دائم، أنا جربت أعمل مشروب بيرجع الطاقة بس مفيش داعي للقلق. بيكون فرانك عمال يساعد بطلنا وبيكون جايب أكياس كبيرة وبيقول إن ظهره هيتكسر، فبيسأله بطلنا لو كان اشترى كل الأعشاب المطلوبة. بيرد فرانك: طبعا، اتأكد منها بنفسك. بالمناسبة عندك أي حاجة أشربها؟ حاسس إني هموت من التعب، اتفضل الوصل أهو. بيديله بطلنا الجرعة وبيقول له إنها بترجع الطاقة تاني. كمل فرانك: دي غالية قوي، أنا عاوز أشربها. وبعد ما بيشرب فرانك بيقول: دي طعمها حلو قوي، أنت عملتها بنفسك ولا إيه؟ بيرد بطلنا: أيوه، عملتها من شوية، المكونات اللي جايبها باين عليها إنها ممتازة. بيقول له فرانك: أنا اخترتها بإيدي، حتى إن البياع اتعصب مني وقال لي إني أخدت أحسن حاجة عنده. بيكمل في بطلنا: بنظرتك دي أنت ممكن تسيب السحر وتشتغل في التجارة؟ فبيرد فرانك عليه وبيقول له: أيوه لو البرج انهار هيبقى شغال تاجر على طول. فبيضربوا بطلنا على دماغه عشان قال الكلمة دي. بيكمل فرانك: طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أصل السيدة فيدلينا طلبت مني إني أساعدك وقالت لي إنه هيكون صعب عليك إنك تشتغل لوحدك. بيفكر بطلنا إن فيدلينا كانت بتضايقه كتير قبل كده لكنها شخصية طيبة، وهنا بيقول بطلنا لفرانك إنهم بيبتدوا ينقلوا المكونات. بيكون شايف إن هو مش محتاج لمساعدة، لكن في مذكرات أوسكار الصغير كان الكلام واضح إن في الوقت ده البرج بقى فيه عباقرة كتير، إنما كل واحد منهم عنده خلل معين، ولو قوتهم اتحدت مع بعض فهيكونوا قوة محدش يقدر يقف قدامها أبدا. بيقول بطلنا في سره وهو شايل الأكياس مع فرانك: شخص عنده نظرة زيه وقال التقييم ده يبقى أكيد مش بيقول أي كلام وخلاص، وعشان كان عندي فضول ناحيته فدي فرصة كويسة عشان أعرفه أكتر.
بعد ما بيوصلوا جنب الترابيزة بيقول فرانك: أنا فهمت قيمتهم وأنا بشتريهم، بس النباتات دي مش سامة صح؟ بيرد بطلنا: زهرة الزنبق الأسود وزهرة السانسو الحمراء وفطر الأشباح وأوراق ميرفا، مش معنى إنها نباتات سامة فإحنا ما نقدرش نستخدمها كعلاج. أنت عارف لازم بتعمل إيه قبل ما بتستخدمهم مش كده؟ بيقول فرانك: أيوه لازم نحطهم في المية ونغليهم 12 ساعة. بنشوف بطلنا بيحط الأعشاب في الغربال وبيقول: صح، بس في مشكلة واحدة في الطريقة دي، عشان في مرحلة الغليان انت مش بس بتتخلص من السم، لكن النبات برضه بيخسر جزء من مكوناته المفيدة. انت عارف طبق المانتو في مملكة يان؟ بيقول له فرانك: ايوه طبعا، جربته كذا مرة، بس انت بتسأل عنه ليه؟ بيرد بطلنا: لما بيحضروا المانتو بيستخدموا أداة اسمها حلة التبخير، واحنا لو استخدمنا حلة التبخير دي بدل الغليان عشان نشيل السموم، فساعتها هنقلل خسارة المكونات اللي في النباتات، وبالطريقة دي هنستخرج حوالي 98% من المواد الفعالة في الأعشاب الطبيعية. بيقول له فرانك: حتى لو كان الكلام ده صحيح، احنا ساعتها هنقدر نحتكر سوق الجرعات. بيجاوب بطلنا: ايوه زي ما حصل مع برج السحر الابيض في الماضي. فبيسأل فرانك لو كانوا خلصوا إزالة السموم دلوقتي، فبيقول له بطلنا: لا، إحنا خلّيناهم في حالة بتخلّي إزالة السموم منهم أسهل، ودلوقتي هنعمل الإزالة. بنشوف بطنّا بيفعّل تصريف الهوا على النباتات وبيخرّج منهم دخان بنفسجي، وبيكمّل: في الحالة دي بنفصل السموم اللي متبخّرة لوحدها، خلّي عينك معايا وراقب كويس. وفعلًا بينقسم البخار للونين، وبيتجمّع اللون الأخضر مع بعضه بشكل كورة، بعدها بيرفع بطنّا إيده التانية وبيظهر دخان أحمر فيها. بيشرح بطنّا إن بعد ما السم خرج من البخار بيبتدوا يزوّدوا عليه الحاجات بنسب معيّنة، يعني زهرة السانسو الحمرا 23% وأوراق الميرفا 47%، وبيفضل يزود لغاية أمّا بيوصل للجرعة وهي في الإزازة وبيقول: هو ده العلاج لإنفلونزا كادينا، إيه رأيك؟ مش صعب إنك تعمله صح؟ دلوقتي بقى جرّب تعمله بنفسك. طبعًا فرانك بيكون واقف مصدوم وبيقول لنفسه: هو الموضوع سهل لمّا بتتفرج عليه، لكن استخدام سحرين في نفس الوقت دي حاجة صعبة، أنا ما أقدرش أعترف دلوقتي إني ما عنديش القدرة بالإلقاء المزدوج. وبيسأل بطلنا: لازم تبتدي بتصريف الهوا في الأول صح؟ بيبتدي فرانك يشتغل وبطلنا بيكون بيتفرج إن قدرته في التحكم في السحر مش مستقرة لكن مش بطالة، وهي فوق المستوى المطلوب، وبيسأل نفسه لو كانت هي دي حدود فرانك. وبعد ما بيجمع البخار في الهواء بيقف، فبيسأله بطلنا إيه المشكلة، فبيرد فرانك: أنت قاصد تعمل كده صح؟ أنت عارف إني ما أقدرش أعمل إلقاء السحر المزدوج، الموضوع محتاج تكون في المستوى الرابع أو الخامس عشان تفهم الآلية بتاعته، وأنا لسه في المستوى الثالث. فبيقول له بطلنا إن هيعلمه التقنية دي، وبيبتدي يشرح له إن يتخيل الحكاية زي ما يكون بيعمل حاجز في عقله، بعدها يقسم عقله لقسمين، الجزء الشمال بيستخدم فيه السحر A والجزء اليمين بيستخدم فيه السحر B. بيقول له يجربها حتى لو ما كانش متأكد، وفعلا بيجرب فرانك وبينجح إنه يقسم البخار ويسحب السم منه. بيكمل بطلنا: مبروك، أنت كده قدرت تنفذ الإلقاء المزدوج. يسأله فرانك: معقولة بالسهولة دي؟ أمال ليه كانوا بيفضلوا مخبيين الموضوع ده علينا وبيرفضوا يعلموه لنا؟ أنا كنت فاكر إنه صعب قوي. فبيقول له بطلنا إن ده بسبب الطمع. يكمل في سره: أصل اللي بيتعلم تقنية بصعوبة ما بيكونش عنده رغبة يعلمها للي هم أصغر منه بالمجان، والموضوع ده اتحول لتقليد عام. لكن في ساحة المعركة واللي هو مكان مش بتطلع منه إلا ريحة الدم، فمفيش مجال للقعدات دي. عشان نفضل عايشين كنا بنشارك التقنيات بتاعتنا وبنتناقش فيها كل يوم. برج السحر الأبيض دلوقتي محتاج إن التعليم يتنشط ويحصل تبادل معرفي، والولد ده كان هو أول خطوة عشان نحقق الحكاية. بيقدر فرانك يعمل اللقاح، فبيقول له بطلنا: برافو، أنت عندك موهبة، بصراحة ما كنتش متوقع إنك تنجح من أول مرة. بيرد عليه: أنت برضه شرحت الحكاية بشكل أوضح، إحنا عندنا مكونات كتير، خلينا نكمل شغل. بيبص له بطلنا وبيقول له: إحنا عندنا جهاز تبخير كبير، خلينا نستخدمه عشان نصنع كمية كبيرة مرة واحدة. بيعدي الوقت وبنشوفهم عملوا جرعات كتير، وبيكون فرانك تعب قوي وقعد في الأرض. بيقول بطلنا: دول 514 إزازة. في اللحظة دي بيخش عليهم ماكسيم وبيقول: أوسكار، إحنا عندنا مشكلة كبيرة. فبيسألوا بطلنا إيه هي المشكلة. بيخرج ماكسيم ورقة بيكون مكتوب فيها إن برج السحر الأزرق وشركة نيوتك الدوائية جايين زيارة لمدينة سيرين من حوالي ساعة، واحتمال إنهم يقابلوا كبير الكهنة كمان بولدوين. كمل ماكسيم: الظاهر إن إحنا اتأخرنا. بيمسك بطلنا الورقة وبيفكر إنهم ما كانوش بيضيعوا وقت من غير خطة. بيقول ماكسيم: لو كانوا مضوا عقد عشان العلاج قبلنا يبقى. بيقطعه فرانك وبيقول له: ده معناه إن العلاج اللي عملناه هيبقى ملوش فايدة. بيطبطب عليه ماكسيم وبيقول له: بلاش اليأس، عشان في أيام وحشة بتمر في الحياة ومش دايما كل حاجة بتحصل زي ما هم عايزين. لكن هنا بطلنا بيقول له: الموضوع لسه ما خلصش، انفلونزا كادينا تعتبر كارثه من الفئه بي مش كده؟ يعني في طريقه واحده تستاهل التجربه، سرعه الطيران الخاصه بالمسؤول كبيره مش كده؟ يعني هي اسرع من اي عربيه. وبنروح دلوقتي الفندق في مدينه سيرين، واللي بيكون كبير الكهنه قاعد في اوضه وبيقولوا له ان الضيوف اللي قال عليهم وصلوا، فبيطلب منهم يدخلوهم. بيخش الساحر ماين من البرج الازرق، وهو ساحر من المستوى الخامس والممثل الرسمي لشركه نيوتك واللي اسمه نيك. بينحنوا قدام كبير الكهنه، فبيقول لهم بولدوين: اتفضلوا اقعدوا، إيه أخبار العلاج اللي قُلتوا هتطوّروه عشان أنفلونزا كادينا؟ بيرُد عليه نيك إن كل حاجة ماشية كويس جدًا. فبيكمّل بولدوين:
وهو ده المتوقع من البرج الازرق وشركه نيوتك. طيب اللقاح هيكون جاهز امتى؟ بيرد نيك: اول ما نخلص مرحله التجارب السريريه على طول، ولو الموضوع مشي تمام هناخد الموافقه الرسميه من هيئه الاغذيه والادويه في الامبراطوريه. بيفرح كبير الكهنه، لكن ماين بيقول: بس زي ما انت عارف التجارب السريريه مش هتخلص في يوم او يومين. فبيسالوا بولدوين امتى هيكون العلاج متاح في الاسواق. بيكمل ماين: يعني لو مهما حصل هنكون محتاجين 6 شهور. اتصدم بولدوين: 6 شهور؟ انا لازم اكون في مقاطعه فينيس بعد 4 شهور بس. بيحاول ماين يشرح له، لكن في اللحظه دي بيخبط الباب وبيسال بولدوين ايه الحكايه. فبيرد اللي بره: في ساحر تاني جاي عشان يقابلك يا كبير الكهنه. بيطلب بولدوين انهم يدخلوه. بيسال الناس اللي قاعده جنبه ليه ما قالوش ان في حد جاي معاهم. بيقول له ماين: احنا جايين لوحدنا فعلا. بيبص هما التلاته ناحيه الباب عشان يعرفوا مين الساحر اللي جاي عشان يقابل كبير الكهنه. وهنا بيخش بطلنا وبيقول: ازاي حضرتك؟ انا اوسكار كروسيان، ساحر من البرج الابيض من المستوى الثاني، وجاي معايا اخبار كويسه لحضرتك. بيستغربوا كلهم وبيسال بولدوين: البرج الابيض؟ عايز ايه؟ بيقول له بطلنا: جاي عشان ابيع علاج للانفلونزا كدي. يكمل بولدوين: ايه التوقيت ده؟ الناس دول جايين عشان نفس السبب. فبيسالوا بطلنا لو كان اتاخر. فبيرد بولدوين: مش كده، بس دول لسه ما جهزوش الصفقه. فبيقول له بطلنا: كويس، البرج الابيض مستعد يخلص الصفقه في اي وقت. هنا بيصرخ ماين وبيقول: انت كذاب! ازاي البرج الابيض معاه فلوس وعنده تكنولوجيا عشان يعمل العلاج ده؟ بيكمل بولدوين: الكلام ده صحيح، انت كان اسمك اوسكار صح؟ انت بجد عندك العلاج يا اوسكار؟ بيحط بطلنا علبه على الترابيزه وبيقول: مين اللي يتجرأ يكذب على كبير الكهنه تيرا؟ دي عينه من العلاج بتاع الانفلونزا. بيسالوا بولدوين: احنا لو اتمينا الصفقه كام جرعه تقدر تامن لي وهتاخد معاك وقت قد ايه؟ فبيحاول ماين انه يكلم كبير الكهنه، لكن بيقاطعه وبيقول: انت ازاي بتعلي صوتك قدامي؟ انتوا ما كنتوش جاهزين من الاول. بيرد ماين متلخبط: بس حضرتك في موافقه هيئه الاغذيه والادويه للامبراطوريه. وهنا بيتدخل نيك وبيقول: الكلام ده صحيح، انت جبت موافقه من اداره الغذاء والدواء؟ فبيقول له بطلنا انه لسه ما جابش حاجه. فبيكمل ماين: ها، زي ما توقعت يا كبير الكهنه، البرج الابيض مش بيختلف عننا في حاجه. اول ما تجيلنا الموافقه هننتج العلاج على طول في كل المصانع الموجوده في القاره. والاهم من ده كله ان العلاج ده عملوه البرج الابيض. ولما حضرتك تشتغل مع البرج الازرق واللي عنده تاريخ عريق ومعانا برضه في شركه نيوتك واللي هي هتفضل افضل شركه للادويه، هيكون خيار افضل. بيقول بطلنا: حاجه تضحك قوي انك تتكلم عن التاريخ العريق للبرج الازرق خصوصا قدام البرج الابيض. اتعصب ماين وبيقول له: انت قلت ايه؟ انا هديك فرصه عشان تسحب كلامك الفارغ ده. بيساله بطلنا: هو انا قلت حاجه غلط؟ ايه هو اول برج سحري اتبنى في القاره؟ بيرد ماين: يعني انت جاي تفتخر ب5 سنين بس؟ كمل بطلنا: 5 سنين بس؟ انت عارف ان ال5 سنين دول هي ثغره حاول كل قاده البرج الازرق انهم يسدوها، لكن هتفضل ثغره ومش هتقدروا تسدوها لو عدى الاف السنين، عشان ده هو التاريخ. والظاهر انك نسيت ان البرج الابيض كان مسيطر على سوق الجرعات من 20 سنه. بيرد ماين: انت بتتكلم على ماضي محدش بيفتكره دلوقتي. هنا بيقول بطلنا: ماضي محدش بيفتكره؟ انت شايفه كده؟ طب ازاي؟ طبعا ماين بيكون حاسس بضغط رهيب وبيسأل نفسه ان الهالة دي مش ممكن تكون جاية من ساحر في المستوى التاني. فبيكمل بطلنا وبيقول له انه الظاهر لازم يفكروا مرة تانية. قبل ما بيكمل بيخش واحد من موظفين الكاهن وبيقول له: اسف على الازعاج، بس جات لنا مكالمة مستعجلة. بيسألوا بولدوين ايه الحكاية. فبيرد الموظف: دي الرسالة من اللورد بينس. بياخد بولدوين التليفون وبيبتدي يتكلم. فبيقول له بينس: ازاي حضرتك؟ أنا عاوز أشكر كبير الكهنة على لطفه باعتبار بعت لنا علاج مرض أنفلونزا كدينا. قال لي كبير الكهنة في البرج الأبيض إن حضرتك كنت بتجهز ده في السر، وقال لنا إن واجب الشكر لازم يكون لحضرتك. الناس المريضة اللي خدوا الحقنة بقوا كويسين خلال ساعات زي ما تكون معجزة وحصلت لهم. دي نعمة كبيرة علينا جدا. بيضحك بالدوين وبيقول له: طيب في أي آثار جانبية؟ بيرد بينس: ما ظهرش حاجة لغاية دلوقتي، العلاج ممتاز جدا، بس ممكن حضرتك تقول لنا هتبعت الدفعة التانية إمتى؟ أنا سألت كبير الكهنة في البرج الأبيض وقال لي إن الموضوع يرجع لحضرتك عشان تقرر طبعًا، وبعدها مشي بسرعة. بيجاوب بولدوين وبيقول له: هابعت لكم الدفعة التانية أول ما تجهز ومش هتاخد وقت طويل. بيشكره بينس وبيقفل بولدوين السكة وبيقول: أوسكار، أنت اللي عملت كده؟ فبيقول له بطلنا: الظاهر إن كل حاجة مشيت تمام. اتعصب ماين وبيزعق وبيقول: يا كبير الكهنة، ده انتهاك واضح لقانون الغذاء والدواء الإمبراطوري، لازم يكون في عقوبة على الحكاية دي. فبيقول له بطلنا: مفيش عقوبة، الظاهر إنك ما تعرفش القوانين إن كان قانون الغذاء أو الدواء أو غيره. هو أنت أصلًا تعرف قوانين الحرب؟ وهنا ماين بيقول له: أنت ليه بتغير الموضوع فجأة؟ بيفكر بطلنا إنهم بقالهم 20 سنة عايشين في سلام وطبيعي إنهم يكونوا نسيوا خالص. بيقول: قبل 22 سنة لما كان في حرب ضد الشياطين كان السلاح اللي خلص على ناس كتير هو الطاعون. في الوقت ده لما كانوا السحرة بيعملوا العلاج بسرعة كانت المشكلة الكبيرة إن الوقت طويل عشان تيجي الموافقة بسبب قانون الغذاء والدواء، ولغاية أما صدرت الموافقة كانت الناس ماتت. وهنا الإمبراطور ما قدرش يتجاهل الحكاية دي،
فزود بند للمادة 42 في الفقرة 8 من قانون الحرب، واللي بيقول إن في أوقات الحرب تعتبر الأدوية المستخدمة لعلاج المصابين مواد علاجية خاصة وملهاش علاقة بقانون الغذاء والدواء الإمبراطوري. بيرد ماين: بس إحنا مش في وضع حرب دلوقتي، أنت بتتكلم عن إيه؟ بيرد بطلنا: في 3 حالات بيتعرف فيها إنها حالة حرب. أول حالة لو حصلت حرب مع عرق أو مع دولة تانية، والحالة التانية لو كان في قوات متمردة جوه الإمبراطورية، وأما الحالة التالتة والأخيرة لما بتحصل كارثة من المستوى B أو أعلى. وإنفلونزا كادينا تعتبر هي كارثة طبيعية واسعة النطاق من المستوى B، عشان كده إحنا مش محتاجين نمشي على قانون الغذاء والدواء. بيتلخبط ماين جدا وما بيعرفش يرد يقول إيه، فبيقول نيك: يا كبير الكهنة، طالما البرج الأبيض قدر يعمل كده إحنا برضو قادرين، أنا هبعت العلاج للورد بينس بسرعة. فبيرد بولدوين: الظاهر إنك مش فاهم الوضع، المعركة دي انتهت في اللحظة اللي وصل فيها العلاج بتاع البرج الأبيض للورد بينس، وفوق ده السيد بينس عارف إني بتعاون مع البرج الأبيض، فهيبقى صعب قوي إن كبير الكهنة يقول كلمتين مختلفتين، ساعتها هيحصل إيه لسمعتي؟ فبيقول له ماين إنهم ممكن يخفضوا السعر. هنا بيتعصب بولدوين وبيزعق: ازاي تتجرأ وتقول الكلام ده؟ انت بتحاول تشتري سمعتي بالفلوس؟ كفايه، انا مش عايز اسمع اي حاجه تانية، اطلعوا بره. بيقوموا هما الاتنين وبيمشي ماين من جنب بطلنا وبيقول له: خليك واثق انك هتندم على اللي عملته دلوقتي. بيفكر بطلنا ان الكلام ده سمعه قبل كده لكن من 20 سنه. بيقول: بالمناسبه، براءة اختراع لقاح انفلونزا كادينا تسجل باسم العيله الامبراطوريه، ولو كنتوا عايزين تبيعوا العلاج بتاعكم يبقى لازم تدفعوا رسوم استخدام براءة الاختراع للبرج الابيض بشكل منتظم، ولو مش عاجبكم الكلام ده ممكن تتلفوا كل الكميه اللي عندكم عادي. بيولع ماين من الغيظ وبيخرج من الاوضه، وهنا بيقرب نيك من كبير الكهنه وبيودعه. بيعدي من جنب بطلنا اللي بيشم ريحه خارجه منه واللي هي ريحه النعناع اللي بتسبب سقعه في المناخير. بيتصدم بطلنا بعد ما شم الريحه دي وبيفضل باصص للباب، فبيضحك بالدوين وبيقول لبطلنا: تعالى واقعد جنبي، انا عاوز اتكلم معاك كلام جد، عايزين نتكلم عن السعر، يا ترى عاوز كام؟ بالمناسبة البرج الأزرق ونيوتك كانوا طالبين 2 مليون. بيبتسم له بطلنا وبيقول: باعتبارهم ما طلبوا ورقتين فاحنا هنطلب 5، أنا عاوز 5 مليون. يتصدم بولدوين من طلب بطلنا، وبعد كام ساعة في البرج الأبيض بتقول فيديلينا وهي مصدومة وماسكة شيك في إيديها: إيه ده؟ 100,000؟ لا مليون، لا لا لا، دول 10 مليون. بيبتسم بطلنا فبتجري عليه وبتحضنه وبتقول له: حبيبي يا ابني، أنا كنت عارفة إنك هتقدر تعملها. بيقول له ماكسيمو وبيطبطب عليه إنه كان مؤمن بيه من الأول، وطبعًا بيكون هامل معاهم وبيبص للشيك وبيقول لبطلنا: هايل، إزاي قدرت تعملها؟ يعني حتى رئيس الكهنة مش بيتبرع بسهولة بمبلغ كبير زي ده؟ بيرد بطلنا: في تكلفة واحدة إحنا ما حسبناهاش واللي هي تكلفة الدعاية. يستغرب هامل من كلام بطلنا واللي بيبتدي يشرح وبيقول: حسب البيان اللي هيصدر من البرج الأبيض هنقول إن كبير الكهنة جاله وحي من الحاكمة لعلاج الإنفلونزا، وإحنا كنا جاهزين بسرعة عشان نعمله، وبالنسبة له هو عينه على منصب كبير الكهنة اللي جاي، يكون الكلام كده عشان نخلي العالم كله تلاقيه إن هو المناسب للمنصب ده، وده خلاه تعجبه الفكرة قوي ووافق على الصفقة، حتى إنه دفع الضعف واتفق نبعت دفعة تانية من اللقاح خلال أسبوع. يقول هامل: حلوة قوي الصفقة كانت إننا نزود السعر ضعفين أو 3، لكن أنت زودتها أكتر بكتير. فبيسأل بطلنا لو إنهم هيحتفظوا بالعقد ده أو لو في حد معترض، فبتجاوب فيديلينا: مفيش أي اعتراض. بيكمل هامل: اوسكار، لو كنت محتاج مساعده قول لي، اصل اسبوع مده قليله قوي. بيرد بطلنا: احنا محتاجين نجمع السحرة لان المستوى الرابع او فوق. بيرد هامل: طيب بلغوا الكل انهم يجوا ان كانوا في دار الحكمه او مجالس المعرفه. فبتساله فيديلينا يكتبوا ايه في الاعلان، فبيرد: مخبر صناعه الجرعات بيدور على سحرة من المستوى 4 او فوق، وهيكون في مكافاه ممتازه واللي هي لحمه في كل وجبه. بعد كام ساعة في المختبر بنشوف السحرة اتجمعوا وهم مستغربين من الجايزة وازاي هيكون في لحمة في كل وجبة. بيسألوا لو كانت لحمة خنزير ولا فراخ، وبيخش بطلنا المختبر ومعاه فرانك اللي بيقول: المشهد ده غريب قوي، ازاي جمعوا كل الناس دول؟ بيسقف بطلنا وبيقول: حضرات ممكن تركزوا معايا؟ لكن السحرة ما بيردوش على بطلنا وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، فبيفعل بطلنا صوت الروح وبنلاقيهم كلهم حطوا ايديهم على ودانهم. وهنا بيقول بطلنا: بعد اذنكم يا حضرات تركزوا معايا، سبب الاجتماع النهارده اننا هنحضر لقاح ضد انفلونزا كادينا وانا محتاج مساعدتكم. فبيتريقوا السحرة على كلامه عشان ما حدش عارف هيعمل العلاج ده ازاي. بيقول بطلنا لفرانك انهم مش مدينه قيمه، فبيسالوا ليه. فبيرد فرانك: خلينا نقول اننا هنستثني قدرتك على تحضير الجرعات، لكن صفاتك الباقيه بتقول انك بارد وما كنتش مهتم بحاجه. وهنا بتقرب واحده من السحرة وبتقول: ازيك يا اوسكار، ممكن اسالك كام سؤال؟ هو تحضير الجرعات طريقتها ازاي؟ اقصد الجرعات الخاصه بالبرج الابيض لانها ضاعت من زمان، ازاي قدرت تكتشفها تاني وقدرت تثبت قد ايه العلاج فعال؟ بيرد عليها: انا رممت الوصفات دي واحنا مضينا عقد مع معبد التيرا. بتقول له الساحره: معنى كده ان الوصفه دي ما تتقدرش بثمن، ولو اتسربت لبره فمش هتكون اللحمه على الترابيزه حاجه كبيره قصاد المعلومه دي، يبقى ليه واثق فينا وعاوز تقول لنا على سر الوصفه؟ بيبصوا له كلهم وهو بيقول: انا هكون صريح معاكم،
أنا مش فاهم ليه أنتم لسه موجودين في البرج الأبيض أصلًا. بتتعصب الساحرة وبتقول: وهي دي الطريقة اللي تطلب بيها المساعدة من اللي أكبر منك؟ الظاهر إني كنت باضيّع وقتي معاك. أيًا كان اللي يقصده الولد العبقري ده، لكن ما أعتقدش إن في أي شخص موجود هنا محتاج يسمع كلامه. بيقول بطلنا: أنا عارف قد إيه كلكم ضحيتوا عشان البرج الأبيض. يعني أنتِ الساحرة رينا من المستوى الخامس وعندها 25 سنة، رفضتِ كل عروض التجنيد في البرج الأحمر والشركات الكبيرة مع إن العروض دي كانت كبيرة أوي. والساحر هيروك 26 سنة وصانع القلاع السحرية، وطبعًا الشغل بتاعه وقف بعد ما سقطت قلعة ملك الشياطين، لكن رغم كده ما رضيش بأي شغل تاني. الساحر ديكييرا 26 سنة وكان مدير لمجموعة من التنظيمات السحرية وبرضه رفض كل العروض اللي اتقدمت له. والساحرة روز 23 سنة واتقدمت لها عروض كتير عشان يستفيدوا من موهبتها في صناعة الجرعات وبرضه رفضت. مش بس الناس دي، إنما كل الموجود هنا جاله عروض، وأنا لو كنت مكانكم ما كنتش أعرف لو كنت هارفضها والّا أقبلها، لكن رغم كل ده ما حدش مشي من هنا. زي ما أنتم عارفين إن البرج الأبيض محتاجكم. تسألوا رينا: هم الكهنة كانوا يعرفوا كل حاجة؟ بيرد: أيوه، بس ما كانش قدامهم خيار إلا إنهم يعملوا نفسهم ما يعرفوش عشان ما حدش كان عاوز يتقل عليهم. دلوقتي البرج بيمر بأصعب وقت في تاريخه، بس رغم كل الظروف دي أنتم ما مشيتوش مع إنكم كنتوا تقدروا تكونوا في أماكن أعظم. يبقى لو ما أقدرش أثق في ناس زيكم يبقى هاثق في مين؟ إنما لو مش عاجبكم كلامي فأنا مش هاجبر حد ومش هيكون قدامي إلا إني أعتمد على السحرة القليلين اللي فضلوا عشان أكمل شغل. يلا يا فرانك بسرعة، باعتبار إننا هنشتغل لوحدنا ما فمشيش ود قدامنا. بيلبس بطلنا النضارة ورينا عمالة تبص له وبتقرب من الترابيزة وبتقول: ممكن أستخدم الأدوات دي؟ وهنا بنشوف باقي السحرة كلهم ابتدوا يشتغلوا مع بطلنا وبيقرب منكم فرانك وبيقول: أوسكار، مين كان بيقول لك إنك تقدر تقنعهم بالطريقة دي؟ فبيقول له بطلنا إن هو كمان مش مصدق. بيبص لباقي السحرة وبيقول: بالمناسبة يا جماعة، اللحمة مش لحمة خنزير ولا فراخ، هي لحمة بقر. بيفرحوا كل السحرة بالخبر ده وفعلا قدروا انهم يجهزوا جرعات اللقاح، حتى انهم جهزوا جرعات زيادة. وبعد اسبوع بنشوف بطلنا وهو ماشي في الجنينة وبيلاقي على الارض ورد معمول على شكل قلب، وبيعرف بطلنا ان العمل الورد ده هو والتر. بيفتح الجورنان وبيشوف الاخبار اللي بتتكلم على ان الكارثة اللي كانت فيها فينيس خلصت خلاص بعد ما توزع اللقاح كله، وان السبب في اللقاح ده كان البرج الابيض، وان هو مترشح لجائزة السلام السنة دي. بيكون شايف ان كل الشعب بيأيد كبير الكهنة. وهنا بيجي فرانك وهو بينده على بطلنا وبيقول: اوسكار، طلبات الحجز على اللقاح زادت. بص للقايمة دي، أقاليم الشمال والمجمع الديني وحتى البلاط الإمبراطوري كلهم بيطلبوا اللقاح. إيه الجنان ده؟ لمجرد أما نبيع الشحنة دي فهنكسب فلوس كتيرة قوي. بيرد عليه: أنا عارف إنك أذكى من كده، وأكيد أنت عارف إن الأرباح دي مش هتطول. بيكمل فرانك: أنت شايفني غبي؟ أول ما تخلص حملات التطعيم فمحدش هيشتري اللقاح ده تاني ومحدش هيحتاجه لسنين طويلة قوي. بيقول له أوسكار: ما تقلقش على الفلوس، أنا جهزت جرعات تعافي وبرضه الطلب عليها مش هيوقف. بيقول له فرانك: يعني أنت ما كنتش بترجّع وصفة واحدة، لكن كنت مخطط لكل حاجة من الأول. فبيقول له بطلنا: أيوه، بس اللي هينزل دلوقتي للسوق هيكون الجرعات العادية والمتوسطة، إنما الإكسير إياه بقى لسه بدري عليه. طبعًا بطلنا بيكون قصده على إكسير دموع النجم، واللي تعتبر أشهر جرعة شفاء عملها البرج الأبيض. بيتقال عنها أساطير وحكايات، حتى إنهم بيقولوا إنها بترجّع الناس اللي ماتت للحياة تاني، ولو نزلت للسوق فهتعمل ضجة كبيرة جدًا. بيفكر بطلنا إنهم في موضوع اللقاح قدروا يخلّوا كبير الكهنة يحميهم، ولو إنهم نزلوا بقى بالإكسير ده للسوق فهيكون في ناس هتسرق سر الوصفة ومش هيقدروا يحموا نفسهم منهم. بيكون شايف إنهم لازم يعززوا قوتهم في الأول قبل ما يبتدوا بأي حاجة تانية، وبيقول: باعتبار إحنا بنتكلم في الموضوع ده خلينا نجيب المكونات. أنا عاوز ورق اللانتوس وساق الباثيون وبرضه. فبيقاطعه فرانك وبيقول له: أنت لسه عاوز كمان؟ مش كفاية المكونين دول؟ أصل صعب قوي إنك تجيبهم في الأيام دي. بيرد بطلنا: إيه الكلام ده؟ ما كل الحاجات دي كانت محاصيل مشهورة في سيرين. يكمل فرانك: هو أنت بتتكلم عن أنهي وقت؟ الكلام ده كان من زمان، أصل كل مزارع الأعشاب اللي كانت بتنتجها اتدمرت. بيتصدم بطلنا من كلامه، وبعد فترة بنشوفهم ماشيين بره البرج في الغابة وفرانك عمال يقول: الراجل ده اتجنن، أنا ما كنتش مصدق إن في يوم من الأيام هاجي للمكان البعيد ده، كان لازم إننا نطلع الجبال للمكان اللي ما بتوصلش فيه العربيات. بيرد أوسكار: اتحمل شوية، إحنا مشينا حوالي 10 ميل تقريبا، إحنا قربنا. بيستغرب فرانك: ميل؟ أنت إزاي بتستخدم وحدة القياس اللي اختفت من 18 سنة؟ أصل بعد الحرب كل المقاييس اتوحدت، الكل بيعتمد على نظام المتر والأوزان بقت بالجرامات. بيتصدم بطلنا تاني بعد ما عرف إن المقاييس اتغيرت، وهنا بيقول له فرانك إنه يبص على بيت هناك كده. فبيقرب فرانك من البيت وبيخبط على الباب، فبيفتح راجل كبير وبيقول: انتوا مشيتوا كل المسافة دي؟ بيرد فرانك: ايوه، اصل العربيات بتوصلنا لاخر الطريق بس. وهنا بيلاحظ بطلنا ان في 3 عربيات جايين ناحية البيت. بتقف العربيات قدام البيت وبيقول راجل قاعد فيهم: بقول لك ايه يا راجل انت، ايه رايك تبيع الارض النهارده؟ بيفتح الراجل الباب وبيخرج وبيقف مع اللي كان في العربية اللي بيقول: كفاية عند بقى، أنا بدفع لك 10 أضعاف أي أرض حواليك. بيرد العجوز: أنا مش موافق حتى لو كنت هتبني لي قصر. بيكمل الراجل اللي كان في العربية واللي اسمه باول: اسمعني كويس يا عجوز، إنك تفضل تماطل يوم ويومين دي مش مشكلة، لكن هتفضل كده لغاية إمتى؟ لو هتفضل تتعامل بالأسلوب ده فساعة أما تموت محدش هيفتكرك.
بيجاوب العجوز واللي هو المزارع إيفان وبيقول له مالكش دعوة. بيقول له باول: أنا بقول كده عشان مصلحتك، بيع الأرض دي بسرعة وروح واتمتع باللي فاضل من حياتك، لما هيبقى في مصانع في المنطقة هنا هتبقى قيمة الأرض ولا حاجة. بيرد إيفان: باعتبار أنا موجود هنا يبقى محدش هياخد أي تصريح عشان يبني مصنع. بيبص له باول وبيقول لرجالته إنهم يجهزوا العربيات، وبيروح للعربية وقبل ما بيركب بيكمل كلامه: وأنا جاي في السكة دوست برجلي على شوية أعشاب طبية، امسك دي تمن ليها. وبيرمي باول رزمة فلوس على الأرض وبتمشي العربيات من المكان. وهم في الطريق بيسأل باول رجالته عن الاتنين اللي كانوا واقفين جنب العجوز عشان كانوا لابسين الهدوم بتاعة السحرة من البرج الأبيض. بيسأل كانوا بيعملوا إيه هنا، فبيرد واحد من رجالته: يمكن جايين عشان الأعشاب، أصلهم كسبوا شوية فلوس حلوين من اللقاح اللي عملوه من فترة. بيسأل باول كسبوا كام، فبيقول له الراجل إنهم كسبوا مبلغ كبير وبيديله الجورنان. فبيتعصب باول بعد ما بيقرا الجورنان وبيضربه على دماغ الراجل وبيقول له: يا حيوان، ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ كمل في سره: لو الراجل العجوز ده اتحالف مع سحرة البرج الأبيض مش هيسيب أرضه أبدا. كده بقى الموضوع أصعب عشان أنا مش عارف أدفع فوائد القرض. بيقرب من الراجل اللي معاه في العربية وبيسأله لو كان يعرف المرتزقة اللي كلموهم من فترة وقدموا لهم عرض. فبيسأله الراجل: عرض إيه؟ فبيقول له باول: يعني هيكون عرض إيه؟ بيرد الراجل: بس ده شخص معترف بيه رسميا من الدولة. بيضربه مرة تانية باول وبيقول له: خلصوا عليه وخليهم يقولوا إن الراجل ده مفقود، وبكده هنقفل القضية، ولما الأرض دي تتعرض في المزاد باعتبار ملهاش مالك هنشتريها. وطبعًا باول بيكون عارف إن الحكاية دي هتبان إنها فساد، بس هو ما بيكونش قلقان عشان في حد بيدعمهم في السر. وهنا بيقول الراجل: طيب لو سحرة البرج الأبيض فضلوا يخشوا في مزارع الأعشاب هنعمل إيه؟ بيرد باول: لو وقفوا في طريقنا هنخلص عليهم. يكمل الراجل: لكن لو واحد من الأبراج الأربعة العظمى اتدخل في الحكاية دي هيبقى الوضع خطير. طبعًا ما تنساش العجوز إيفان. بيبتسم باول وبيقول: أنت شايف إنه هيبقى خطير، الأبراج الأربعة العظمى ده كلام قديم، والبرج الأبيض ده وقع خلاص. بيعدي الوقت وبنشوف بطلنا وفرانك قاعدين على العشب وبيقول فرانك: باين ان العجوز المزارع ده راجل طيب، اصله سمح لنا اننا نبات عشان الوقت اتاخر وبرضه عزمنا على الاكل. بيفتكر بطلنا لما العجوز قال لهم انهم يفضلوا هنا ويروحوا بكره عشان لو هيروحوا دلوقتي الدنيا هتبقى خطر، وان اي حد بيكون جاي من البرج الابيض فده شخص ليه عليه واجب الشرف. بيستغرب بطلنا من كلام العجوز وساعتها سأل فرانك عن الراجل اللي كان جاي بالعربيات. وهنا قال ايفان: الراجل الحيوان ده اسمه باول، وعشان يحقق أهدافه فهو مش بيتردد لا في خطف ولا التهديد ولا حتى إنه يرتكب جريمة. من 3 سنين ابتدى يشتري الأراضي اللي في المنطقة دي لغاية أمّا بقت كلّها ملكه، ما عدا أرضي طبعًا. وفي كتير من المزارعين يا إما مشيوا من مدينة سيرين أو اختفوا. بيسأل فرانك: طب هو بيعمل كده ليه؟ بيرد إيفان: هو بيقول إنه عاوز يحوّل المنطقة دي لأكبر منطقة صناعية في القارة. فبيسأل بطلنا: طيب وأنت فضلت واقف في وشه إزاي يا عمي؟ بيرد إيفان: السافل ده ما يقدرش يقرّب منّي عشان ده مش هيكون في مصلحته. أنا كنز بشري مُعترف بيه على مستوى زراعة الأعشاب الطبية. بيسأل فرانك: يعني أنت تحت حماية الإمبراطورية مش كده؟ فبيقول له إيفان: أيوه، وده اللي خلّاه إنه يقدر يقف في وشه. كمّل بطلنا: بس لو بِعت الأرض دي هتكسب ثروة كبيرة، هو في سبب يخلّيك ترفض؟ بيقول له: هو أنت بتسأل عن موضوع بديهي؟ يا ابني أنا باحب الأرض دي، هي وطني من لحظة أمّا اتولدت وجيت على الدنيا لحد آخر يوم في حياتي. وبنرجع تاني لفرانك وبطلنا اللي بيقول: الراجل ده فعلًا طيب أوي. بيكمّل فرانك: وبيتكسف بسرعة كمان، شُفت دخل البيت إزاي؟ عمومًا السما هنا نجومها جميلة أوي، أنا حاسس بالغيرة. بيسألوا بطلنا: غيران من إيه؟ فبيرد: ما فيش، بس كنت باسأل نفسي إزاي هو شعور اللي بيعيش حياة مشعة زي النجوم دي. أنت مش هتفهمني عشان أنت عبقري. يقول له بطلنا: أنت برضه مميز يا فرانك، وأنا مش باجاملك على فكرة، وأنت عارفني ما ليش في المجاملات والكلام ده. على فكرة زمان كنا بنشوف النجوم دي حتى وإحنا جوه مدينة سيرين، لكن دلوقتي بعد ما بقى في نور في الشوارع مش قادرين نشوفها حتى بالليل. بس أيام زمان رغم إنها كانت صعبة لكن كان فيها رومانسية أكتر. بيرد فرانك: أنت بتقول زمان ليه وبتتكلم عن وقت قديم أوي زي ما تكون راجل عجوز؟ يا جدع أنت أصغر مني. عمومًا بالنسبة لصناعة الأعشاب الطبية في سيرين ففي رأيك كده ممكن ترجع للحياة من جديد تاني؟ بيرد بطلنا: باين إن الموضوع مش مستحيل رغم إن التفاصيل هنعرفها بكرة لما نقعد نتكلم مع السيد إيفان. وفجأة بيحس بطلنا بحاجة وبيبص ناحية اليمين فبيسأله فرانك ماله اتغير كده فجأة زي ما يكون شاف شبح. فبيجاوب بطلنا: ده مش شبح، في حد هنا ومش واحد بس، دول 4. فبيقول له فرانك إنه مش حاسس بحاجة. فبيقف بطلنا وبيقول لفرانك إنه يقوم وهو بيفكر إن الناس دي مش جايين عشان حاجة كويسة. بيقرر إنه لازم يجهز نفسه عشان يستقبلهم. وقدام بيت العجوز بنشوف 2 بيقربوا من الباب وبيقول واحد منهم: هو إيه اللي غير رأيهم فجأة؟ المرة اللي فاتت لما قلنا لهم إننا ممكن نخلص على العجوز رفضوا الموضوع ده وقالوا إن باول جبان وما يقدرش يتحمل النتايج. بيرد التاني واللي هو راجل عجوز كمان: وأنا مالي، طالما اللي بيدفع الفلوس هو اللي أمرنا وإحنا مطلوب مننا نعمل اللي علينا وبس. بيقول الشاب: يا عجوز أنت، إحنا ناس معروفين في الشمال وفي جوايز مالية كبيرة علينا، مش حاسس إنك بتتصرف بسلبية؟ وهنا بيجي التالت اللي لابس جاكيت أحمر وبيقول لهم: كفاية كلام ملوش لزوم، خلوا بالكم وبلاش تهونوا الموضوع ده، زي ما قالوا ممكن يكون في ساحر. بيرد العجوز:
قالوا إن من البرج الأبيض، طبعًا ده من حظنا عشان لو كان من برج تاني كان هيبقى الوضع أصعب. كمّل الشاب: أتمنى يكون موجود عشان أنا نفسي أحارب ساحر. طبعًا يا جماعة ال3 دول هم عصابة القناصين. بيقرّب الشاب من الباب وهو شايل المفاتيح في إيده وبيقول لأبو جاكيت أحمر: أخش أنا يا قائد؟ بيحط المفتاح في الباب وهو بيفكر إن العجوز إيفان شكله نايم عشان الجو هادي، وبعد ما بيدخل البيت بيلاقي إن الموضوع سهل أوي لدرجة الملل. بيكون نفسه يطلع له الساحر، وفي اللحظة اللي بيقرّب فيها من السرير بيترعب وبيجري ناحية الباب. وهنا بطلنا بيفعل سهم الرياح وبيضرب الشاب في دماغه بيخلص عليه. بيخرج بطلنا من تحت البطانية وهو بيبص للشاب اللي وقع. وطبعا يا جماعة سهم الرياح هو واحد من أنواع السحر الموجودة في كتاب إعادة تفسير السحر الأساسي اللي كتبه أوسكار الصغير. والسحر ده هجومي وهو شبه البندقية، يعني السهم زي الرصاصة. وبيخرج بطلنا من البيت وبيلاقي قدامه اتنين بس مع إنه كان حاسس إنهم أربعة. بيقول أبو جاكيت أحمر: إيه اللي حصل لماكس؟ بيرد بطلنا: هو نايم جوه، تقدر تاخده، بس الظاهر إنه هينام لفترة طويلة ويمكن للأبد. يقول العجوز: ولد غبي، انا قلت له بلاش الثقه الزياده دي. كمل القائد: قول لي بس على مكان المزارع وساعتها هنسى موضوع موت ماكس. بيفكر بطلنا ان هو مش عاوز يخش في معركه مش ضروريه مع محترفين. بيقول لهم: خلينا نسيب عواطفنا على جنب. بيرد القائد: معنى كده انك عاوز تشوف الدم؟ خلاص انا ما قداميش حل الا ان اخلص عليك. وهنا بيهجم العجوز على بطلنا وبيضربه، لكن بطلنا بيفعل درع الرياح فبيضرب الرمح في الدرع، وبنشوف بطلنا بيخرج من وسط الدرع جنب العجوز. بيعدي بسرعه فبيقول الراجل العجوز: باين عليك إنك مش سهل خالص، لكن أنت ما تعرفش إن أنا عندي سلاح خاص وغامض. بيخرّج العجوز بسرعة سلاح تاني وبيهجم بطلنا. بيكمّل كلامه: كده المعركة خلصت هنا. طبعًا بطلنا بيكون فعّل سهم جديد على صباعه وبيقول: بجد؟ أنا شايف بالنسبة لي الموضوع أسهل من كده. بيضرب بطلنا سهم الرياح وبيصدّهم العجوز بسرعة وهو بيفكّر إزاي بطلنا بيتهاجم بطريقة صعب إنه يتفاداها، لكنه مش مرتبك خالص. وكمان هو بيضرب السحر بتاعه بشكل دقيق. وهنا بيتكسر الرمح اللي مع العجوز وبيفعّل بطلنا سهم جديد وبيقول: بالنسبة للأسلحة الغامضة بتاعتك فالموضوع ده مش جديد عليّا. وهنا بطلنا بيحس فجأة بحاجة فبيرجع لورا وبيقول للعجوز: هو أنت بتهزمني وبعدين بتتراجع؟ أنت بتتريق عليّا؟ في اللحظة دي بتضرب رصاصة من ورا العجوز وبتخش في دماغه. كمل بعدها ناحية بطلنا اللي بيفعل درع وبيصدها. بيبص ناحية العجوز اللي بيقع وبيلاقي القائد بتاعهم هو اللي ضرب الرصاصة دي وبيقول: لو كنت مستهتر شوية كنت زمانك ميت دلوقتي. بيسألوا بطلنا إن الراجل العجوز ده كان زميله، فبيجاوب القائد: خلينا أكون واضح، هو مجرد تابع ليا وممكن ألاقي غيره. بيفهم بطلنا إن هي دي طريقة تفكير المجرمين. بيسأله: إيه الحاجة اللي شايلها في إيدك دي؟ لعبة جديدة؟ يزود القائد المسدس بالرصاص وبيقول له: قصدك ده؟ دي حاجة أغلى بكتير من إنك تسميها لعبة، وكفاية إنك تعرف إنه غالي قوي. بيرد بطلنا: تسريع وتعزيز واختراق، هما مش دول التلات تعاويذ اللي زودتها عليه؟ بيبص له القائد وبيسأله عرف إزاي؟ فبيقول له بطلنا عشان ما قدرش يصدها. بيرفع القائد المسدس وبيقول له: باين إنك شخص مغرور، لكن الظاهر إن مستواك بيبرر الغرور ده. إيه رأيك تشتغل معايا؟ تقلقش، المرتب هيبقى حلو قوي. بيرفض بطلنا طلب الراجل وبيسأله القائد ليه رفض، فبيجاوبه: حاسس إن ظهري هيهرشني من كتر الطعنات. بيضحك القائد وبيقول له: كلام منطقي. طيب ما بقاش في داعي أصلا للكلام دلوقتي. بعد شوية بنشوف بطلنا نايم في الأرض وهو مستخبي ورا السياج وبيفكر إن سمعة سيد البرج القديم مش زي ما كانت قبل كده. أصل دلوقتي بيستخبى من الرصاص اللي بيتضرب عليه. بيكون شايف إن الرصاصات دي أسرع من سهم الرياح بتاعه، بمعنى إن المواجهة المباشرة مش في مصلحته. وبيعرف إنه فاضل نص الطاقة السحرية بتاعته ما يقدرش يفضل هربان. بيحاول إنه يدور على نقطة ضعف للراجل اللي معاه المسدس. وبيعرف إنها لما بيزود المسدس بالرصاص، أصل بعد ما بيضرب رصاصتين بيوقف الهجوم عشان يملاه تاني، وبعد حوالي ثانية وشوية بيهجم مرة تانية. بنشوف القائد بيتمشى في المزرعة وبيقول: أنت رحت فين يا فار يا صغير؟ بيبص له بطلنا من ورا السياج وبيقول في سره: فاضل معاه رصاصة واحدة، لو عاوز أخلص المعركة دي لازم أهجم عليه في الثانية اللي هيزود فيها الرصاص. وبيفعل بطلنا التسريع وبيتحرك ناحية القائد، فبيحس القائد إن في حاجة فبيبص له وبيوجه المسدس ناحيته. بيقول: أنت كنت مستخبي هنا، بس سرعتك حلوة قوي، إنما أنت فاكر إن أي بشري يقدر يهزم السلاح اللي اسمه ترينتي؟ وهنا القائد بيضرب الرصاصة اللي بتتحرك بسرعة وبتخبط في درع بطلنا، لكنها بتغير مسارها وبتلف حوالين الدرع. بنشوف بطلنا بيتحكم في السحر وبعدها بيخرج من الدرع وبيهجم على القائد اللي بيفكر ازاي حصل كده عشان مهارة تسريع السحر دي مش بتخليه يتفادى الرصاصة. بيفكر لو انه ما كانش بيتفاداها، انما هو كان قاصد انه يضرب الدرع بالرصاصة. في اللحظة اللي بيخلص فيها تزويد الرصاص في المسدس بيلاقي بطلنا قدامه سهم الرياح في وشه. بيقول للقائد: انت عملت كده ازاي؟ انت مجرد ساحر من درجة قليلة. بيضرب بطلنا السهم وبيخلص عليه في لحظتها وبيقول: هو انت فاكرني مش فاهم اللي بسمعه؟ كده خلاص الموضوع انتهى. عموما السلاح اللي كنت بتستخدمه من شويه وكان مزعج قوي، انت قلت ان اسمه ترينتي مش كده؟ ومتعزز بمهارات التسريع والتقويه والاختراق، دي ثلاثيه متكامله بجد. السلاح ده فعلا هايل، حتى انا واجهت صعوبه في التعامل معاه، لكن لما استخدمت تعويذه تقليل الاحتكاك وتعزيز المتانه على درع الرياح
خلى سطح الدرع مرن أكتر من بره ومتين من جوه، والنتيجة زي ما توقعت، الرصاصة ما قدرتش تخترقه إنما اتزحلقت وانحرفت. لو الموضوع ده ما نجحش أنا اللي كنت هموت. لما أرجع للبرج الأبيض لازم أبتدي دراسة إزاي هتعامل مع الأسلحة السحرية الحديثة. جسمي مش مكتمل لسه واستخدمت عليه السحر مهارات كتير وأنا حاسس إني وصلت للحدود القصوى، بس قبل كده لازم أنقذ فرانك والسيد إيفان واطمن عليهم كمان إنهم بقوا في أمان. من شوية أنا كنت متأكد إنهم 4 أشخاص وخلصت على 3 منهم. أتمنى ما يحصلش حاجة ليك يا فرانك، اصبر عليا شوية بس. وفي مكان في الغابة بنشوف فرانك وإيفان واقفين وقدامهم الشخص الرابع اللي بيسلم عليهم، وبيقول فرانك لإيفان: امشي أنت يا عمي وما تقلقش عليا، أنا قوي وممكن أتعامل معاه، وبعدين لو هتفضل هنا أنا مش هعرف أحارب بكل تركيزي، أنا هحصلك بعد شوية ما تقلقش. بيخبط إيفان على كتفه وبيمشي وبيقول له يخلي باله. بيقول الرابع: كدبة لطيفة، ده أنا كنت هعيط، أنت ودعته كويس؟ بيستغرب فرانك ليه المجرم ده ما راحش ورا إيفان، ومعنى كده إن هو بيستهدفه. بيقول الراجل وهو بيضحك: أنت فاكر نفسك مين؟ أنت بعت العجوز وفاكر إني هجري وراه عشان أنت تفضل عايش؟ هو صحيح الهدف العجوز، بس كنت دايما بسأل نفسي إيه اللي بيخليه مميز للدرجة دي، حتى إن سحرة الأبراج الأربعة العظمى بيخافوا منه، عشان كده قررت إن أبتدي بيك الأول. بيسحب الراجل سيفه وبينط في الهواء، فبيفعل فرانك قاطع الرياح وبيضربه عليه، لكن الراجل بيصده بالسيف وبيكسره. بيقول: تعال نخلي الموضوع ممتع أكتر. وهنا بيرشق السيف في صدر فرانك اللي بيبص ناحية صدره، والراجل عمال يضحك وبيقول: هي دي قوة أبراج السحر الأربعة؟ لكن بيتصدم عشان ردة فعل فرانك عادية جدا، بيكون مستغرب ازاي مش حاسس بالوجع بعد ما السيف دخل قلبه. بيحس ان في حاجة غريبة، وهنا فرانك بيمسك السيف بإيده وبيستخدم قاطع الرياح وبيخلص على الراجل قدامه. يقول له: متأسف بس أنا جسمي من نوع خاص شوية. وهنا بنشوف الجرح بتاع فرانك بيقفل وبيتعالج لوحده. بيكون بطلنا وصل ومستخبي ورا الشجرة وعمال يراقب فرانك، وبيقول في سره: فرانك ساحر من مستوى خاص، لا هو أكتر من كده، ده ملك الرياح. ما كنتش عارف إن عنده سحر يخليه يحول جزء من جسمه. الهجوم الجسدي مش بيأثر فيه، والمهارة دي ما فيهاش عدل خالص، أصل ما حدش يقدر يواجهها إلا باستخدام السحر أو هجمات السيف. حتى أنا اللي كنت سيد البرج السحري وكنت بعرف عنها من الكتب القديمة. السحر ده نادر قوي، والسجلات كانت بتقول أنا سيد البرج السابع كان عنده سحر خاص وكان بيعتبر من أصحاب القدرات الفريدة. ما كانش عارف إن فرانكو ورث ملك الرياح. وهنا بيوصل جنب فرانكو بينده عليه، فبيتخض فرانكو بيقول له: أنت فاجئتني، أنت جيت إمتى؟ فبيقول له: بطلنا دلوقتي، وبيسأل فين إيفان. بيبتدي فرانك ينده على إيفان ويقول له يرجع لهنا، وبطلنا شايف إن فرانك لو اتدرب بشكل صحيح هيبقى عنده قدرة إنه يهزم عدد كبير قوي من السحرة الأقوياء. بيشاور بطلنا المكان وبيقول: أنا حاسس بالطاقة جاية من هنا، خلينا نروح ونشوف. وتاني يوم في بيت إيفان بنشوف العجوز بيحضن فرانك وبيقول له: أشكرك، لو ما كنتش هنا أنا ما كنتش هشوف الشمس النهاردة. بيرد فرانك: أنا ما عملتش حاجة، الشاب اللي جنبي هو اللي عمل كل حاجة. بيقول بطلنا: لا، لو ما كنتش موجود أنت كان هيحصل كارثة. بيحاول فرانك إنه يغير الموضوع وبيقول: طيب كل حاجة انتهت دلوقتي مش كده؟ بيرد إيفان: أيوه بس مش كل حاجة، الشخص ده ما بيستسلمش بسهولة، ولو موضوع الاغتيال ما نجحش هيدور على طريقة تانية. بيسأل فرانك ليه الراجل ده مهووس بمزرعة الأعشاب للدرجة دي. بيرد إيفان: الأرض دي هي أكبر أرض في سيرين وموجود في قلب المنطقة، عشان كده تعتبر جوهرة حقيقية. أصل قوة الأرض السحرية في سيرين اتدهورت بشكل كبير آخر 8 سنين، وفي المنطقة الغربية اللي فيها مصانع منتجات التقنية السحرية كانت مية الصرف والنفايات بتمشي في نهر وولف كل يوم. العدو ابتدى يبني مصانع قريبة من الأرض، وممكن يجي يوم وما اقدرش اصمد فيه، ولو سيرين ما استرجعتش قوتها السحرية في كل حاجة فكل حاجة هتنتهي وهتبقى زراعة الأعشاب ملهاش أي فايدة. بيسأل بطلنا: طب ممكن يا عم أسألك سؤال؟ أنت امبارح كنت بتتكلم عن الوفاء بالواجب ناحية البرج الأبيض، أنت تقصد بالكلام ده السيد الرابع لبرج ايرس؟ فبيسأل إيفان: أنت تعرف الموضوع ده؟ بيكمل بطلنا كلامه: القصة دي عن اللي كانوا بيجمعوا الأعشاب زمان، أصل كانت النظرة للي بيجمع الأعشاب مختلفة عن دلوقتي، وكانت بتتوجه لهم تهمة إنهم سحرة عشان كانوا بيحطوا الأعشاب اللي مش معروفة في حلل كبيرة وبيغلوها عشان يبيعوها، وكانت حياتهم بيقضوها وهم هربانين من مكان لمكان بعيد عن عيون الناس، لغاية أما في الزمن ده ظهر اللي جمعهم واداهم الملجأ، والشخص ده كان السيد ايرس، واللي هو السيد الرابع لبرج الابيض. كان معروف بقدرته على التنبؤ، وقال لجامعين الاعشاب انهم ييجوا لمدينه سيرين عشان هتبقى موطنهم للابد ومحدش هيوجه لهم اي اهانه في المكان ده. بيقول ايفان: ما كنتش عارف انه قال الكلام الجميل ده، دي حتى اول مره اسمع الكلام ده بالتفصيل. بيفهموا بطلنا انه شاف القصه دي في كتاب لقصص الاطفال، لكن بطلنا في الحقيقه يعرف الموضوع ده من مخطوطه قديمه كانت لاسياد البرج. بيكمل ايفان: بعد كده اتجمعوا جامعين الاعشاب من كل انحاء القاره في سيرين، واللي اول مره المتجولين دول بقى عندهم بيوت دافيه. البرج الابيض قدم لجدودنا وطن وفخر، ازاي احنا هيجي يوم ونخون وطننا؟ بيبص له بطلنا وبيقف وبينحني قدامه. بيقول: اشكركم على مجهودكم طول الفتره دي، اعتبارا من دلوقتي البرج الابيض هيبقى معاكم. بيبص له فرانكو بيقول: لو العيله الامبراطوريه سمعت بانهم هجموا على كنز ثقافي بشري هيتصرفوا على طول،
بيرد إيفان: مش متأكد لو كانت العيلة الإمبراطورية هتتحرك بسرعة، وأنا ما أقدرش أسيب الأرض دي. العيلة الإمبراطورية تصرفاتها دقيقة بس بطيئة، ولو باول استغل الفرصة دي وهاجم مرة تانية فبيقاطعه بطلنا وبيقول له: ما تقلقش، العيلة الإمبراطورية هتتحرك أسرع من الضوء كمان. أصل النهارده هيتم توقيع عقد علاج أنفلونزا كدينا مع العائلة الإمبراطورية. وبنروح دلوقتي لمكتب باول وبيكون بيزعق: اجمع الحاجات بسرعة. يا نهار اسود، مين اللي بوظ كل حاجة زي ما يكون عايز يدمرنا؟ ولسه ما خلصش كلمته بيتكسر الباب وبيلاقي رجال الامن بيخشوا وبيأمروهم ما يتحركوش. بيقول واحد منهم: انا المفتش العام ووكر من اداره الامن الداخلي للامبراطوريه. انت باول، هيتم اعتقالك بتهمه الابتزاز والاستحواذ الغير قانوني على العقارات وتخريب الممتلكات الثقافيه البشريه والتحريض على الجريمه. بيترعب باول وبيقول: انتوا غلطانين، انا راجل اعمال محترم. بيرد ووكر: الموضوع ده هنشوفه بعدين، لبسوك كلبشات. بيفكر باول إن الموضوع ده مش هيقدر يتحمله لوحده، بيفكر إنه لازم يكلم الشخص اللي بيدعمه عشان يلاقي طريقة يهرب بيها، فبيقول: أنا عارف هتاخدوني، بس ممكن أشرب سيجارة الأول؟ بيبص له ووكر بجدية وبيقول لواحد من رجالته: لبسه الكلبشات ونزله تحت. يرد باول: أنت كده بتغلط، أنت عارف مين اللي بيدعمني؟ بيكمل ووكر: لا معرفش، بس الشخص اللي واقف ورايا هو جلالة الإمبراطور، في حد عندك أعلى منه؟ بيتصدم باول لما بيسمع الكلام ده وبياخد منه ووكر السيجارة، وبنشوف رجالته بينزلوهم من المكتب، وبعد ما بيخرجوا بيسأل مساعد ووكر: هو مين الشخص ده؟ عشان إحنا بنتحرك في يوم واحد بس ونقبض عليه. أعتقد دي أول مرة تحصل. بيرد ووكر: الموضوع جاي من فوق، أصل جلالته بيحب البرج الأبيض قوي. بيستغرب المساعد وبيقول له يقصد إيه. بيكمل ووكر إن دي ظروف ليها علاقة بالكبار، وبيفكر بينه وبين نفسه ليه الإمبراطور بيحب البرج الأبيض للدرجة دي. هو صحيح إن البرج الأبيض كان محقق إنجازات عظيمة في الماضي، إنما الموضوع ده بقاله 20 سنة. بيكون شايف إن البرج الأبيض دلوقتي ما عندوش لا الكفاءة ولا الأهلية عشان يتعامل معاملة خاصة. وبيقف يبص من الشباك وبيقول: دوران، أنت عندك كام سنة؟ فبيرد المساعد دوران وبيقول له إن عنده 23 سنة. يكمل ووكر: يعني من 20 سنة كان عندك 3 سنين، لكن أنا كان عندي 12 سنة. بيفتكر ووكر إن في السنة دي البشرية قدرت تنتصر على قبائل الشياطين وانتهت الحرب بسبب البرج الأبيض. يحاول يفتكر البرج الأبيض والاحتفال حواليه ساعتها. بيطفي السيجارة وبيقول لدوران إنه في مكان تاني ولازم يروحوا عليه. فبيسأله دوران هيروحوا فين، فبيقول له ووكر للرجالة اللي على الباب: انتوا خلصوا المواضيع هنا وبعدين ارجعوا للمقر، وانا هروح للغرب. كمان هطلع امر عشان نوقف عمليه تصريف النفايات الملوثه بشكل مش قانوني من المصانع القريبه من نهر وولف. طبعا المهمه دي ووكر زودها من عنده، والخدمه دي مش بس عشان البرج الابيض لكن قصاد خدمات اوسكار وفرانك كمان. هنا بيسالوا دوران لو ينفع يوقفوا في الطريق عشان ياكلوا، فبيقول له ووكر انهم بعد ما بيخلصوا هيقدروا ياكلوا. وبنروح دلوقتي لبوابه البرج الابيض وبنشوف بطلنا وفرانك داخلين للبرج، وبيقول له فرانك: هتعمل ايه دلوقتي؟ تيجي نروح نشرب حاجه بعد الفتره الطويله دي؟ بيرد بطلنا وبيسال: انا هروح وارفع تقرير لسيد البرج، تيجي معايا؟ لخبط فرانك، وهنا بيظهر هميل وبيشوفهم. بيقرب منهم لكن قبل ما بيوصل بيشوفوا فرانك وبيجري وبيقول: انا عندي حاجه مهمه لازم اعملها بسرعه. بعد ما بيوصل هامل جنب بطلنا بيقول: انا زي ما كنت شفت فرانك كان واقف معاك مش كده؟ بيجاوب بطلنا: ايوه كان هنا ومشي بسرعه وقال ان عنده حاجه مهمه. يكمل هامل: عموما يا اوسكار انت انجزت مهمه عظيمه مره تانية، تحب نطلع للمكتب عشان تقدم التقرير؟ بيوافق بطلنا وبيقول له انه كان رايح هناك اصلا. بعد شويه بنشوفه في الاسانسير وبيكون حاسس بطلنا ان في حاجه حصلت عشان وش هامل مش طبيعي. وهنا بيقول هامل: هو فرانك قال لك حاجه؟ بيرد بطلنا: ما قالش حاجه ملفته، هو حصل حاجه يعني؟ بيكمل هامل: اتكلمت معانا عيله فرانك وقالوا لنا انهم عاوزين ياخدوا فرانك معاهم. بيقول بطلنا: معنى كده انه هيمشي من البرج الابيض؟ طب هو موافق على الكلام ده؟ بيرد: ما اعرفش، لكن قالوا انهم خلصوا الكلام معاه، بس انا ما اعرفش التفاصيل. بنروح دلوقتي لأوضة فرانك وبنشوفه بيوضب الشنطة، وهنا بيخبط الباب فبيقول فرانك: مين اللي على الباب؟ بيرد عليه صوت اسمه جرانك. بيقول له بعدها: تعالى وخش. بيفتح بطلنا الباب وبيقول: مين جرانك ده؟ الابن الأكبر لأعظم شركة تجارية في الإمبراطورية يا فرانك سيروس. يرد فرانك: هو أنت يا أوسكار؟ أنت سمعت كل حاجة؟ بيقفل بطلنا الباب وبيسأله لو كان هيمشي من البرج، فبيجاوب فرانك: أنا آسف ما قدرتش أقول لك قبل كده، بصراحة كان صعب قوي إن أقول الكلام ده وأنا في كامل وعي، عشان كده طلبت إننا نروح ونشرب. أنا محتاج أرجع لوظيفتي وأساعد في شغل الشركة وأتجوز. بيسأله بطلنا: تتجوز؟ هو أنت بتقابل حد؟ بيكمل فرانك: باين عليها بنت لطيفة وهي من عيلة كويسة وده هيساعد عيلتي. بيسأله أوسكار: طب ما تقول إنه جواز مصلحة، بس أنت موافق على الكلام ده؟ فبيقول له فرانك إن البنت جميلة ولطيفة وعيلتها كويسة فمفيش مانع للموافقة. لكن بطلنا بيكمل: أنا مش بتكلم عن الجواز، أنا بتكلم إنك هتسيب السحر. بيرد فرانك: طب وأنا أقدر أعمل إيه؟ الموهبة اللي عندي ما بتوصلش لحد كبير. بصراحة أنا كنت فاكر نفسي إني مميز، وكنت فاكر إني لو رحت لأضعف برج سحري فهكون أقل حاجة راس تعبان. وأنا آسف عشان بقول لك إن البرج الأبيض ضعيف، عشان أنا عارف إنك بتحب البرج الأبيض، لكن بعد ما دخلت البرج الموضوع ما كانش كده، وأنا ما كنتش عارف الحقيقة، بس أنا مش قادر أطلع مصروفي هنا أصلا، وأنا فاهم وجهة نظر عيلتي بإني أرجع للشركة. يقول له بطلنا: بص يا فرانك،
أنت موهوب. بيبص له فرانك وهو مصدوم وبعدها بيدور وشه وبيقول له أشكرك، أنا بسمع الكلام ده من عبقري، أنا هكمل توضيب الشنطة وهمشي من هنا. بيسأله بطلنا أنا بتكلم جد، تحب تجرب إنك تبقى راس التعبان؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وكلمة سر حلقتنا هي فرانك. كان معاكم من وراء المايك عمرو سالم. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وأحلى لايك وشير وتعليق منكم يا رجالة، وخليكم دايما واستنونا مع بعض بكل جديد. سلام شديد.